السلام عليكم، أنا سعدي وهذه حلقة استثنائية من سوشيال بودكاست. هذه الحلقة بالتعاون مع شركة ثوابت للتطوير العقاري، وتكلمنا عن واحدة من أهم المواضيع اللي الأغلب طلبها منا. وايد من الناس قالوا لنا نبي حلقة كاملة عن بيت العمر، واللي كان لضيوفنا أستاذ عبد الكريم العمادي والأستاذ مروان العمادي راي مثير جدا في مصطلح بيت العمر بالذات، واللي كانوا نوعا ما ضده. وكثير من الآراء اللي يذكروها لنا ضيوفنا ربما أن تغير مفاهيم وايد ناس عن موضوع العقار. مثلا جملة العقار هو الابن البار كان لضيوفنا راي مثير فيها، وربما يكون أن العقار هو الابن العاق. حلقة جدا استمتعت فيها، وربما تكون مرجع لكل شخص حاب أنه يخطو هذه الخطوة. شركة ثوابت قدمت لنا حلقة رائعة جدا، تلقون كل حساباتهم في طالعة قدامكم على الشاشة الحين، وممكن أيضا تتواصلون معهم، تلقون الروابط كلها في الديسكريبشن بالوصف أسفل الحلقة. ما أبي أطول عليكم أكثر، أترككم مع هذه الحلقة الممتعة جدا جدا. نزيدك بابونج ولا خلاص؟ لا أكيد اي الامور طبعا أكيد. صار عايش بابونا جاي. رأيك القهوة عاد إبراهيم؟ رأيك الصريح؟ أنا أدريبك متذوق قهوة. وعيسى زعلنا شلون؟ البابون. لا انا والله لا، قطعت لا. اليوم. اي بعد بس وعيسى عشان القهوة شوي متذوق بس إيه، بعد اليوم له. يعني ضابطة ولا تهاب؟ متحفظ. إيه. من بعيسى حرام انا عندي علاقه يمكن 7 سنين ويا القهوه. مع البابونات ويا القهوه. ويا القهوة. اي بس اليوم انا يعني ما في ارفع الدوز مال الكافيين بس لا. ليه؟ احنا من كذي هاي التزاوج هو اللي طلعنا والله العظيم يعني الحين انت بعد مشكلة. الحين احنا طرشنا لكم الروابط صح؟ انت حطيت قهوة وانت حطيت شاي، احنا اوكي ما عندي مشكلة في ذي كلها. الحين في اللي تنقي درجة الحرارة في من 23 ل 18. انت حطيت 18 وانت حطيت 23. زين احنا رضبن فيكم الحين. اطلع 23 خلاص انتهى الموضوع. اطلع ب 23 واطلع ب 18. هاي التزاوج هو يخلق نكهة غريبة ترى. ترى سر نجاح. احنا ترى يعني نكمل بعض ما نختلف ويا بعض. وهذا هو شوف اي دائما يمكن انا يعني انا وايد متسرع وحامي وابو ابراهيم السبرينج مالي دائما يعني هو دائما وهو هاي اللي احنا نبي نعرف ان انت واليوم احنا ترى بدينا الحلقه الحين، نقول ان احنا بدينا الحين يعني بدينا خلاص. زين خلاص عندك الموضوع. احنا اليوم للحين مجهزات القهوه. مو هذا هو هاي تحضير القهوه طالع في الحلقه ان شاء الله. يلا هذه قهوه سهاد سرى اعلن ولا ما يصير؟ لا اذا ما صار اعلن قلت لك انا بعلن. لا خلينا الحلقه ذي ذوق القهوه اول. يلا اللي نبي نعرفه اليوم او موضوع حلقه اليوم عن واحد من اكثر المواضيع اللي احنا الصراحه من زمان بدنا نتكلم عنها، ويات الفرصه الحمد لله ان احنا نطرحها. انا اشوف ان شاء الله انه مع الناس الصح. لكن قبل ما نتطرق حق بيت العمر وحق كل شيء، انا ابي ارجع شوي ورا لتاسيس ثوابت. اليوم ما شاء الله الكل يعرف ثوابت ويعرف نجاح ثوابت. نعدل المايك عشان زفني المخرج شوي. زين اوكي مخرجنا اوكي. اليوم الكل يعرف نجاح ثوابت، بس في اشياء خلف الكواليس الناس ما تعرفها، فاحنا هاي نبي نتطرق لها قبل ما ندش في موضوعنا الاساسي. يوم من الايام قمنا شفنا بوستات ونازلينها والله انا استقلت وانا استقلت عن وظيفتي، ونبي نعرف خلف كواليس هذه الفكره. من كان وراء الفكره؟ ليش بديتوا هاي الفكره؟ انا ابتدي معاك ابراهيم. اول شيء نمسي عليكم بالخير بالنور والسرور. واحنا ان شاء الله في قناه سوشيال راح يكون لقاء ماتع، وانت بعد ما قصرت جيت وبلشت في القهوه اونلاين على ما يقولون اون اير. طبعا احنا يعني قصه الاستقاله انا ما اقدر اجيبها كذي يعني جزافا. الموضوع فيه له قصه طويله. طبعا موضوع الاستقاله هي خلاصه
فكرة تولدت قبل 15 سنة. قبل 15 سنة أنا وأبو عيسى كنا في بداية البزنس، كنا مثل أي شابين طموحين يعني نفكر من وين نبتدي، شنو نبتدي، حتى ما كانت في فكرة بزنس والذات عن العقار وما عقار ولا شيء. كنتوا بعيدين عن المجال، ما نعرف من وين نبتدي وشنو نبتدي. حلو. فكانت تروح وتي الأفكار وانت سامر الليل. تذكرها الأيام أبو عيسى؟ اي تذكرها طبعا. ما نسويها لا أيام يعني طويلة وعميقة وكنا يعني فعلا ضايعين. شفت اللي يعني يبي شخصين يبون يسوون شيء، الطموح. كوبك لهندسة. يلا حيا. اللوجو طالع اللوجو عاد. زين. فالطموح واصل حده، ولكن نبي نبتدي شنو نبتدي ما نعرف. دارت الأيام. احنا طبعا يمكن من تربينا ومن ابتدينا من يوم احنا صغار، الوالد يعني ما شاء الله عودنا على أجواء المخيمات والبر. حلو. فسبحان الله تولدت فكرة عندنا، قلنا ليش احنا ما نستغل هذه الوقت، احنا كذاك في البر طيب، واجواءنا اللي نحبها والربع والوالد والاهل. فقلنا شنو، خلينا نسوي مخيم ونأجره. حلو. وهني ابتدت فكرة انه والله في بزنس ممكن احنا نشتغل عليه. يعني وانا اشوف موضوع البار تحديدا ذي، يعني انا اعتبره، ما ادري اذا يوافقني ابو عيسى ولا لا، اول مدرسة تعلمنا فيها فنون الادارة كلها. كنتوا مع بعض تديرون المشروع؟ اي يعني هذه يعني بعدين بقول لك. احنا ترى من البداية انا عندي اوبريشن وتسويق، ابو عيسى عنده الامور التنفيذية. حلو. عاد وتطورت هاي الامور لليوم. فسبحان الله بلشنا في موضوع المخيمات. ليش اقول لك اول مدرسة؟ انت لما تتعامل ويا الجمهور، احنا نشوف اجارنا حق جمعيات، اجارنا حق ناس بسطاء جدا، اجارنا حق ناس VIP، اجارنا حق فئات قنصليه دبلوماسيين. فانت تتكلم، تعاملت مع الكل، مع كل اطياف المجتمع، مع كل اطياف المجتمع. وكان بالنسبه لنا مدرسه ان تتعامل مع شخص كبير وصغير فتعلمنا شلون اداره المخاطر، شلون تسوق في حال صارت المخاطر. ابو عيسى كان يعني له صولات وجولات يعني ويا الجنريتر ويا المشاكل. انا بعرف ابو عيسى شلون حتى كانت الاداره صوبك. انا عندي التسويق والاعلام والماركتينج كله والامور الماليه. نفس ترى اليوم نفس نفس التوزيع والاداره صب عيسى. ابو عيسى تنفيذي ميداني ريال رئيس تنفيذي بس بطبيعه اي بزنس ابتديتوه كان في وايد مشاكل طبعا، وايد اخطاء. وهذه يمكن اللي ناس ما يقولون شيء تعلمتوا منه، شيء دشيتوا فيه على اساس تبنون للعود. بس قرار الاستقاله، يعني انت كان عندك باك جراوند. الحين ترى للحين ما خلص لك السالفه. حلو. خلا اسهب فيها. المهم مرت الايام، وطبعا حققنا نجاح في اول مشروع ذي، من مخيم واحد ل6 مخيمات. وكان الموسم الواحد طلع لنا قرابه 10,000 دينار بالنسبه حق شابين في 3 شهور. وايد حلو. كان يطلع شيء جيد. فينا نفكر انه الحكي تذكر اي سنه؟ وعيسى تذكر؟ يمكن كان يعني سنة 2000 لا والله ما تذكر. 2006. لا 2006 2011. لا 2006 البداية كانت صح. المهم يعني في 2006 2008 اتوقع كذا. الحروه. حلو. اي كنا احنا يعني على تونا متخرجين يعني من الجامعه. حلو. فسبحان الله حققنا النجاح ذي. يات فكره ثانيه الحين، هذه شيء موسمي واحنا استمتعنا بالنجاح ذي. شلون نواصل الحين؟ فيات انه بنفتح استراحه، لا
بنسوي كذا، لا فتحنا مطعم وسكرناه لان الاشتراطات ما كان، فكانت في طموح عالي وقاعدين نسير فيه لحد ما وصلنا حق موضوع العقار. طبعا انا ما بأسهب فيه لانه موضوعه وايد غزير. فمن بدايه هذا الموضوع لحد ثوابت اليوم والمجموعه ككل، خلاص احنا وصلنا مرحله ان احنا انشحنا، بمعنى ان احنا ما نقعد في البيت. يعني من هنا انا اقدم يعني تحيه كبيره حق زوجاتنا اللي يعني تحملونا بطريقه، فيعني النساء شقائق الرجال، هذا شيء وراء كل رجل عظيم امرأة. وانا يعني اشكر من هاي المنصه يعني زوجاتنا. فاللي صار ان احنا وصلنا حق مرحله ان نداوم الدوام من 7 ل 2 ومن 2 ل 7 نرجع البيت العيال نايمين، ما في الا الزوجه تنتظر ونتعشى وبس. هاي حياتنا. فمشينا على ذي المنوال 3 4 5 سنوات لين قلنا في نقطه لازم خلاص، يا الدوام الحكومي يا البزنس. لأن على ما يقولون حكومي يعني أمان عالي كان عندك يعني. لا أمان عالي، وكنا في وظائف مرموقة يعني، ما كنا في كنا كل واحد يعني في بوزيشن جيد يعني. فلذلك قلنا لازم نحط النقطة ذي. حلو. فتولدت الفكرة متى شلون سيناريو 1 2 3 مروان أقعد معه ويشاطرني الموضوع. أنا أحس كل واحد كان يوزع الثاني. خلاص هي مرسومة ترى بناء على 3 سيناريوهات. لين أنا دخلت تجربة برلمانية وطلعت منها. عقب ما طلعت منها جيت أنا في الدوام. من عقب ذي التجربة خلاص أنا قلت مالي راجعة. كنا نسولف أنا وبعيسى، قلت له أنا يعني 3 شهور ماكسيمم طالع استقالة أو أي طريقة كان. رحت الHR سويت أوراقي، الحسب طبعا احنا يعني 14 سنة ولا 15 سنة مالك تقاعد يعني فاحنا موضوع خلاص رايح على استقالة. واستشارنا واحنا طبعا في بيئة ما تأيد هاي الموضوع. فعقب مضي هاي الفترة سمعت كلام انه والله في تقاعد اختياري المبكر. اي المبكر. ونفس المبكر، ولكن شنو تقاعد اختياري يسموه باكيجات ويطلع بس حق اللي اعمارهم 50 سنة يعني. ما ادري صادني، بس انا لا شعوريا كتبت خطاب في الحال استثناء حق مكتب معالي الوزير وسلمتهم الخطاب ان انا استثنوني بشيمه وجيمه على باي طريقه. يعني انت وصلت فيك المرحله ان بنسوي استثناء يعني خلاص طالع. انا يعني ارجوكم شوفوا موضوعي، ترى انا يعني ابى اطلع. ومضت الايام قعدنا. طبعا كان هذه هواجس يعني، وانا قدمت الاستقاله وما اعرف اصلا هل الاشاعه ذي حقيقيه ولا لا، بس انا جيت وقدمت يعني. يوم من الايام انا وبعيسى طالعين في الليل، اصرار على موضوع الاستقاله وهو بعد عنده هواجس من نفس النوع. قلت له انت يمكن انا اسبقك ما اعرف، انا طالع فاتفقنا انه يعني احد الامرين هاي بيصير. احنا راجعين من عشوه احد الليالي، ما اريد اتذكر ابو عيسى. اتذكرها زين. نسيت سامانك، اغراضك وثيابك نسوها في السياره. واحنا رادين قلت له ابو عيسى خد مر على شو اسمه الكواي واخذ اغتار مالي. هنا في السياره نزلت، جيت الصبح بروح الدوام ما عندي اغتار، البال مشغول. الو ابو عيسى مر علي في الدبلوماسيه، ترى انا امس نسيت عندك كذا الاغتر، ابى داوم ما كل 7:15 ذي الاتصال بالضبط 7:15. 7:30 جاتني مكالمه من الHR وابراهيم، ترى موضوع التقاعد الاختياري وافقوا لك عليه. اوه شلون انت عند باب الدوام؟
وانا عند باب الدوام اتصلت الو ابو عيسى ارجع انا ما ابي الاغتر شو السالفه ترى انا موافقه وعلى التقاعد ومن اليوم خلاص او من اليوم بعد من اليوم قالوا لي انت تعتبر في اجازه خذ راحتك قلت هذه جائزه من السماء يعني. بس سبحان الله يعني هذه كانت يعني قصه الاستقاله يات بهالطريقه يعني. فهذه خلاصه القصه يعني ان انا بوصل فكره ان الموضوع ما يب كليك في قصة طويلة وفي أقدام على البزنس لما وصلنا احنا مرحلة وقفنا على ريلنا بعدين. اي لأن اليوم الناس وايد عندها نظرة وردية عن الاستقالة. لأن اليوم يعني بحكم السوشيال ميديا وبحكم الناس اللي قاعدة تطلع، يا واحد الناس تشوفه ناجح، تشوفه قدوة، تشوفه مثال، ياك نزل لك بوست قال لك والله انا استقلت من وظيفتي عشان اركز على شغفي وابي. فاليوم الناس تنظر الاستقاله بنظره ورديه وايد. انت اليوم كشخص خذت هاي التجربه تشوف ان في صعوبات تصير، في امور، في شنو تذكر من الاشياء اللي الناس ما تحسب حسابها، نفس ما اقول. خل نروح حق ابو عيسى. شنو في اشياء من الناس اللي كان لو تبي تخوض هذه التجربة محاسبة حسابها، ما تحسب إنه في ريسك معين ممكن أنت تأخذه، ممكن أنت تسويه؟ طبعا الواحد إنه يستقيل ويكون عنده عمل حر، هاي شيء وايد يعني جميل، والشيء وايد إن أنت يعني تكون فخور وسعيد في نفسك إن أنت عندك عمل تجاري، وإن أنت عندك حرية مالية وتقوم على راحتك وتشتغل على راحتك، وإن أنت عندك فريق عملك ومحقق ذاتك. بس الحياة مو وردية كذي، في وايد يعني مصاعب، وايد عقبات، في حالات انت تمر فيها، حالات توتر، حالات ضغط يعني ما حد يحس فيها من اللي حولك. يعني الحياة في الاستقالة مو وايد وردية، ولا احنا من دعاة اللي نقول حق الناس هدوا وظائفكم وشوفوا لكم بزنس او عمل في ريادة اعمال. اليوم انت يعني على اساس تتحول من موظف الى رائد عمل تحتاج الى تخطيط مالي قوي، تحتاج الى انضباط ذاتي قوي. اليوم انت ما في شيء ممكن يجرك يوديك الشغل الصبح، صح. انت الوظيفه يمكن البصمه انت تحركك والراتب يحركك، انت مسؤول نفسك، انت يعني مسؤول نفسك. فانت لازم يكون عندك انضباط ذاتي عالي. ويعني واحنا وانا وعبد الكريم يوم بدينا كان عندنا اراده حقيقيه من البدايه ان احنا لابد ان ما ينتهي فينا المطاف واحنا موظفين، لازم يكون عندنا بزنس، لازم يكون عندنا حريه ماليه. يعني كنا بين فتره وفتره نجلس جلسات عصف ذهني، كنا من نشوف واحد تاجر او رائد عمل يعني نقعد نتحاور وياه، نشوف شنو ممكن نستفيد، تاخذوا من خبراته من تجربته. كنا حتى لنا يعني جلسات ويا مستشارين رياضيين يعني على رأسهم أستاذ حازم جناحي أبو فهد، نمسي عليه بالخير. طبعا كان يعني من أكثر الناس اللي يعني نرجع له ونستشيره. فكان في إرادة حقيقية إن احنا لازم نتحول إلى يعني من الوظيفة إلى العمل الخاص أو العمل التجاري. تذكر شيء من الصعوبات في البداية اللي تقول أخ يا ليتني سميت موظف؟ لا أنا ما قلت ذي. ما قلت ذي. أنا هذه ما قلت ذي. أنا أتوقع بعد حتى لو مهما بصيرنا ما بنقول ذي. شكلكم من نوع اللي تكبرون. لا أبد مو نكبر. إحنا ما أخذنا ترى الخطوة بتهور، ما أخذناها بدون يعني حسبة صحيحة. يعني إحنا حتى يوم أسسنا ثوابت كان على رأس استراتيجياتنا إن إحنا شلون يكون عندنا دخل مستدام، شلون احنا يعني ممكن نغطي يعني مدخولنا اللي كنا نحصله من الوظيفه. انا اتذكر سعدي يوم اطلع يمكن ما حصلت راي واحد يعني يقول لي اطلع، يعني من اللي حولي الكل كان معارضين. يعني الوحيده زوجتي يعني مسكينه اللي كانت تقول لي احنا يعني نثق في قرارك، وان شاء الله اللي انت الخطوه اللي انت بتخطو عليها ما بتضيعنا فيها. فكان ما في احد يعني، لان احنا كنا يعني كل واحد هاي شيء يحسب لها صراحه. اي نعم يحسب لها، ما في شك ما في شك. فكنا احنا يعني مقبلين على القرار، وتعرف انت كنا قدامك بحر
وراك اعرض واليوم انت ما في شيء يعني ممكن يراجعك، فتوكلنا على الله يعني واخذنا هاي الخطوه. ولكن الحمد لله لو تسالني لو يرجع فيني الزمان اعيدها، وبالعكس كان يعني اختيار يعني موفق، واحنا يعني فخورين وسعيدين فيه يعني. جميل، وايد حلو. وغالبا سبحان الله كل انسان تشوف عنده شيء ناجح فيه في حياته لابد ان توجد فيه هاي الشخصيه، شخصيه الاصرار، العزيمه، اللي هو ما يرضى يكون رقم بس كذي في المجتمع. لان نفس ما قلت انت اليوم اذا عندك بصمه فانت ملزم تروح الدوام، واذا او مثلا ساعات اذا غبت عن الدوام انت راتبك ماشي، بس انت لما عندك عمل حر لما يوم ما تروح ترى بينقص من دخلك اخر شيء. ففي لها وايد حسبات. في النهايه كل واحد يناسب شخصيته. لان احنا اليوم يعني من مخيم فجاه او طلعتوا على شيء جديد، ان انت اخترتوا جانب الاستثمار في العقار والمقاولات. من وين يطلع هالشيء؟ طبعا لأنه ما في شيء يعطينا شعور بالفخر والسعادة كثر ما أن أنت تحول مشروع على الورق إلى مشروع حقيقي، وتسلمه إلى أسرة تبتدي فيه فصل يعني جديد من حياتهم، وتشوف السعادة في عيونهم. يعني والله يعني بدون مبالغة سعدي ما تتصور شنو إحنا شعور السعادة اللي نحس فيه إذا إحنا نسلم شخص مفتاح بيته ونشوف يعني سعادته وسعادة عياله. يمكن هذه الأمور، يمكن هاي الشيء من أكثر الأشياء اللي مخلينا نتمسك في المجال دي. الحب اللي تشوفونه في عيون الناس، المساعدة اللي انتم تعطونهم إياها، هي يمكن الشيء اللي حبتكم في المجال أكثر شيء. وايد. وثانيا إحنا لو بناخذها يعني بشكل منطقي اليوم، يعني قطاع العقار والإنشاء وخصوصا السكني حاجة مستمرة ما تنتهي يعني. فأنت تكون أن تربط يعني عملك التجاري بهذه المجال، أنت قاعد تبني يعني عمل تجاري مستدام يعني. تأسيس ثوابت، من وين جات الفكرة أنه والله نأسس شركة؟ الحين قبل التأسيس احنا طبعا في تجرباتنا الأولية كنا مجرد ان احنا عندنا شغف ان احنا نبي يكون عندنا استثمار عقاري. فاحنا بدينا نبحث عن الفرص الموجودة في السوق، كنا نقابل وسطاء المهتمين في المجال، فكانوا يعطونا الفرص ونشوفه، وكنا نسوي الحسبات المتواضعة بيننا وبين بعض لما وقع اختيار على فرصة من الفرص، واستخرنا فيه وسوينا يعني محفظة من بين الأهل والأصدقاء، وبدينا شرينا الأرض وصممناها وبنيناها. يعني رغم أن كانت إمكانياتنا وايد محدودة في ذاك الفترة، ولكن يعني قدرنا نطلع بمنتج يعني جيد، خصوصا ان احنا كنا في ذاك يعني الفترة ننزل نشوف المشاريع الموجودة في السوق، كان يعني فيها اشكال حقيقي، كانت ما ترتقي ان الواحد يسكن فيها. فكنا ندش يعني الفلل او المشاريع نشوف فيه خلل في كفاءة التصميم، الإنارة مو موزعة بشكل صح، الألوان مو موزعة بشكل صح. بعد ما شاء الله يمكن بحكم دراستك كان يعني شيء حلو، يعني عنصر قوة، لكن ندش يمكن في ذي المجال. احنا طبعا مجالنا بعيد عن الهندسة اطلاقا. انت ما قلت لي درس هندسة؟ لا احنا مجالنا بعيد عن الهندسة. بلا يمكن ما قلت لي هندسة. لا اطلاقا، احنا مجالنا بعيد عن على الظاهر انت قلت لي انا وايد بعيد وراح بالي انه على الهندسه. احنا انا وعبد الكريم تخصصنا محاسبه طبعا واداره ماليه. اوكي وذي الشيء بعد يعني خلانا نجرب من الاستثمار والامور يعني تحسبونها حسبه صح. ما في غلطه. نعم. فبدينا تجرباتنا في فيلا الحد اللي قلت لك عنها، وكانت تجربه ناجحه، وكنا نشوف يعني طلب على الفلل اللي احنا بنيناها، وصارت ان الناس يعني التواصل تتصل فينا، ها ما عندكم مشاريع ثانيه، ما عندكم ذي. فهني هذه كانت يعني نواة تأسيس ثوابت. هني احنا في بالنا ان خلاص احنا ترى عندنا شيء زين اشتغلنا عليه، يعني في الطريق الصحيح ممكن. اي بالضبط، يعني ممكن ان احنا هذه يتحول الى عمل تجاري. جميل، وايد حلو. هنيات تأسيس ثوابت، وهني
هذه قصة تأسيس ثوابت. لكن كل بزنس وفي له من الصعوبات في البدايات اللي الناس ما تعرف عنها. الناس تشوف الشيء النهائي لكن ما تعرف اللي يصير خلف الكواليس، ايش كثر انتم تعبتوا وعانيتوا عشان توصلون هالمرحلة. فشنو تذكرون من الصعوبات اللي واجهتوها في البداية اللي يمكن لليوم ما تنسونها من كثر ما انها كانت صعبة عليكم؟ والله الصعوبات كثيرة ترى. يعني من أهم الصعوبات اللي يمكن احنا واجهناها أن we act as a very big. يعني وابتدينا احنا مثلنا أن احنا وايد كبار من البداية. يعني شوف احنا من دي وانا الحين ابو عيسى يوم يكلمك عن مشروع الحد، مشروع الحد يمكن يكون أول سكن اجتماع احنا نشتغل فيه يعني فيلا متلاصقة يسمونهم اتاتش فيلا. ولكن احنا كان عندنا شغف ان هذه البيوت تكون مختلفة جدا. شلون مختلف؟ ان احنا يمكن اللي يعرف شخصياتنا انا وابو عيسى وايد عبث، وانا بعد عندي نظرة جمالية في بعض الامور. التناغم ما بين الشخصيتين احنا اللي تشوفنا من برا يقول انتم ترى كلها تهاوشون شلون شركه شلون شركه انت يمكن تلاحظ الشيء يعني. لا لحظه انا خليني اقول حق الناس مخرجنا حط الكاميرا علي لو سمحت. لا اقول احنا قبل الحلقه سوينا سيت اب، بعدين ابو ابراهيم يبي شيء وابو عيسى يبي شيء فقمنا غيرنا السيت اب، بعدين ابو عيسى ما عجبه قمنا غيرنا السيت اب. فما شاء الله الكيمستري وايد عالي بيناتكم يبين يعني. هذه اللي ينتج ويولد بس هو في التزاوج ذي دائما يعطي خلطه مميزه. احنا السر خلطه ثوابت في هاي الاختلاف. فهو في النهايه واحد يكمل الثاني. اي نعم هو يعني في خط واحنا في خط. ولكن يعني تشوف اصرارنا على التغيير. اليوم احنا دائما في ثوابت نريد من اي شخص من مستفيدي يعني الوحدات السكنية اللي نقدمها انه يعيش تجربة حقيقية مناسبة حق الأسرة البحرينية. سواء كان في احنا اليوم نبيع فلل 160 متر ونبيع فلل بربع مليون نص مليون فيلا واحدة، لكن نشوف الكاتيجوري المختلف. اليوم انا بنيت فيلا بربع مليون الهوك مالها كان او الليدز اللي يعني خلينا نقول من وين يذي الزبون من فيلا حجمها 160 متر. دليل ان احنا يعني نرى ان كل فئة لازم تعيش التجربة الصحيحة وبالجودة اللي ترضي المواطن البحريني. فاليوم هذه اللي يعني خلاه يبني ويانا بيت بهذه القيمة من بيت حجمه 160 انا اشوفه يعني خلاص وصلنا حق اللي احنا نبيه يعني. يمكن هاي اليوم اللي يميز ثوابت عن غيرها، لانه يعني خلينا نتكلم صراحه في ناس يقولون اسعاركم غاليه يعني انا شو اللي يخليني بعد في خيارات ثانيه ارخص اقدر اروح لها. لابد ان هاي واحده من الاشياء اللي تميز ثوابت عن غيرها من الباقين. فشنو الاشياء اللي نقدر نقول ايضا ثوابت تميز فيها كتجربه مع العميل انه هو يكون لما يدفع شيء ياخذ مقابله؟ صحيح. شوف احنا الحين شنو ميزاتنا في ثوابت. احنا اذا بنتكلم عن موضوع العماله الرخيصه وما يسمى اليوم بالفري فيزا، او خلينا نقول حتى اليوم في كذا 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 للمقاولات. زين الاسم يبين انه هو مو ما له شغل بالموضوع عرفت. فاحنا نتكلم عن ناس مجرد تطلع سجل تجاري للتكسب ويبدأون في موضوع المقاولات. اليوم اللي يميز ثوابت انك تعيش تجربة فريدة من بداياتها لنهايتها. اليوم انا شخص جيت ابي ابني بيت، ابايك انت كثوابت ابيكم تبنوا لي ذي البيت. تخيل انا عميل الحين انا سعدي ابي ابني عندكم، شنو الخطوات وشنو البروسيجر اللي بمر انا فيها عشان اخلص من بيتي وابى اشوف فرق السعر دي يسوى ولا لا؟ تحب معاك ولا مع ابو عيسى؟ ابو عيسى
انا جاوبت على هذا السؤال ترى. اي انا عارف، بس اليوم اكيد انا كزبون اي نعم ابي قبل ما اتعامل معاكم ابي اعرف الخطوات، يعني لو تاخذنا كذي بشكل سريع من كذا الى كذا الى كذا. ابشر، انا بالنسبه لي مثل ما قلت لك، اول ما يجيني العميل هو بيكون في استشاره حقيقيه سواء مدفوعه او غير مدفوعه. وعقب ما يجيني العميل انا بشور عليه، اذا مثلا ما كانت عنده خرائط هندسيه بواجه لنا يسوي خرائط، اما اذا عنده خلاص احنا بنسعر له وبنقول له ترى تكلفه البناء عندنا كذي. ومن عقب هذه المرحله احنا عندنا خدمات في التصميم الداخلي. ترى موضوع التصميم الداخلي هو اضافه ولمسه جميله عندنا احنا في ثوابت باداره اختنا مروه، يعني نوجه له تحيه من المنصه. يعني احنا ترى علامه فارقه عندنا التصميم الداخلي، لان اليوم اي بيت بتبنيه انت اذا ما كان على الاقل فيه اللاي اوت مال السيلينج بلان او توزيع الاناره والاثاث، ترى انا دائما انصح لا تبني قبل لا تسوي. شيء تكلفته بسيطه ولكن تاثيره كبير. اليوم يمكن تشوف اللي يسكنون في بعض البيوت القديمه ولا الشقق وسريره هني والواير ممتد من الصاله لهني. ليش؟ لانه ما في توزيع مناسب. صح. بعضهم يدش البيت ويحس بصداع عبال البيت فيه جن. ترى الموضوع شو الاناره غلط، شيء بسيط وما تمطوع ما يابه يعني شيء بسيط بس شيء بسيط بس تاثيره كبير. اليوم انا ما يصير مثلا ادش غرفه النوم وكني قاعد في الصاله، اناره مزعجه والوان يعني تخلي الشخص يعني في تنشن. ترى عالم الانتيرير دراسه كبيره تعلمناها احنا بشكل جيد قياده اختنا. ومن بعدها عندنا موضوع التاثيث. اليوم في ثوابت احنا حتى الاثاث نسوي كستمايز عندنا، فلذلك احنا مثل ما قلت لك في المحور السابق احنا وان ستوب شوت، ناخذ العميل من البدايه من كونه فكره كاستشاره لنهايه مفتاح البيت مفتاح البيت. نعم. ولا شك ان فريق ثوابت يعني لهم جزء كبير من انا في شيء ابي اسويه قبل لا انسى، في احد من فريقكم ابي اشكره صراحه. يا اخي شنو كان اسمها؟ هاجر صح؟ هاجر يعني الصراحه هاجر صراحه شكرا هاجر، وايد تحملتيني وايد يعني. هذه يمكن هني انا شفت فريق ثوابت ايش كثر بالهم طويل الصراحه. ذراع اليمين ترى هاجر والله لك كل الشكر يعني صراحه تحملتيني. رايك في حسابنا انت؟ حساب ثوابت هذا يعني حساب ثوابت انا نفس ما قلت في البداية انا اشوفها مرجع صراحه كتصوير كلها هي طالبه احياء بعد احياء عدل احياء شيء احياء ما له شغل في التصوير، ما له شغل بس مبدعه فشكرا يعني انا من هالمنبر حاب اشكرك هاجر يعني. زين خلينا نروح حق شيء ثاني يعني، او نروح للجانب المظلم. جدا طبيعي وجدا وارد ان اليوم تصير في خلافات يمكن بين ثوابت بين عميل، ربما صار في سوء فهم مثلا، ربما صار في طلبات زياده، يعني ممكن تحصل بعض الخلافات. فاليوم انتم كثوابت لما يصير في خلاف بينكم وبين عميل شنو البروسيجر اللي يصير يعني؟ احنا طبعا رقم واحد الكمال لله سبحانه وتعالى، ما في يعني عمل يعني يخلى من التقصير، ولكن احنا اذا كانت اوراقك ويا اي مقاول سليمه، اذا كانت يعني مراجعك من الرسومات من الانتيرير من ال 3 دي ديزاين، اذا كانت رسوماتك الانشائيه وافيه، اختيارك حق المهندس الاستشاري كان صحيح، ان شاء الله ما بيكون في اخلاف، بيكون في اعمال اضافيه او بيكون امور احنا غايبه عنه ولا بد نحن ننفذها حق العميل. ففي النهايه هي مو مدرسه اللي يصير فيها خلاف يعني وشد وجذب يعني. في النهايه هو بيننا وبين العميل كل موده واحترام،
واحنا يعني في الغالب نقعد ويا العميل ونشرح له الظرف، ليش صار عليك اضافه، ليش صار تغيير، ليش صار تعديل، من وين الخلل، ونحاول نساعد وياه قدر الامكان ان احنا يعني ننهي ذي الامور. لكن يعني ما يخلى موضوع البناء. لا شك طبعا. بس اليوم انتم في ثوابت كشركه اكيد ان عندكم اجراءات قانونيه تضمن حق الطرفين، اليوم تضمن حقكم وحق العميل يعني. صحيح. جميل. ان احنا كذي نكون خلصنا من ثوابت. الحين تراها كلها تسخين، ترى كلها ترى ان احنا لحين ما دشينا في الموضوع اللي الموضوع الرئيسي. ندش في الموضوع. توكل على الله. توكل على الله. عندك الخيار. الحين ندش في موضوع الحلقه الرئيسي. ناخذ بريك. شلون القهوه ابو ابراهيم؟ زين. لا صدق ولا لا تجاوب يعني. سهاد بعد ما يحتاج سهاد. نبي اسهم ونشتري هاي فيها اساعدي. حاليا للاسف ما انفتح باب الاستثمار. نعرف من المشروع مالها. اذا بتدشون في مشروع جديد ان شاء الله تكون سهاد فاتحه ابواب الاستثمار. زين. موضوع الحلقه والطامه الكبرى اللي الناس قاعده تواجه فيها مشاكل وايد، اللي هو موضوع بيت العمر. بيت العمر هدف حق أي شاب وأي شخص يبي خلاص يبتدي مرحلة جديدة في حياته، يبي يتزوج، يبي بعيال، فدائما يواجه مشكلة في موضوع بيت العمر. لكن أصلا التفكير في بيت العمر متى يبتدي؟ هل يبتدي قبل ما يتزوج أو ليه يتزوج أو ليه ولا عيال؟ متى الوقت الصح اللي نقول خلاص الحين ببتدي في مشروع بيت العمر؟ اول شيء خلنا اقول لك شيء، كلمه بيت العمر ما احبها انا ولا احب اسمعها. ليش؟ لان يعني تعطيك انطباع ان انت خلاص السكن عندك هاي الفرصه الوحيده لك، ولازم تسوي لك سكن يلائمك مدى الحياه، وما بتكرر التجربه ذي. انت اليوم اذا تبي تحط لك خطه سكنيه لابد ان تكون في بدايه حياتك الزوجيه، بل ان هي لازم تكون من مرحله الخطوبه باشراك يعني شريكه او شريكه الحياه وياك. واحنا اليوم حياتنا ترى يعني قاعد نعيشها على مراحل، فبعد يعني لازم الخطه السكنيه تكون على مراحل. اليوم انا يعني ما في مانع ان انا اخطط سكن حق كل 10 أو 15 سنة. يعني أنا ما يمنع مثلا أول 10 أو 15 سنة من حياتي أعيش في ملحق في بيت الوالد مثلا، أو أعيش مثلا في شقة سكنية توفي احتياجاتي واحتياجات أسرتي وتوافق ويا إمكانياتي المادية. فأنا مو لازم أشوف الموضوع من زاوية أن هذه الفرصة الوحيدة لي وانا لازم يا ابيض يا اسود في بس مرحله التفكير ان انا والله اوكي انا احب مثلا تزوجت، والله اوكي ماليا بديت امشي اموري شوي، متى اقدر اقول او سوري اقول الحين تزوجت الحين خلاص اخذت القرار انا ببتدي في هالمشروع. كل واحد انتم دائما احنا لاحظنا ان انتم تركزون على الاحتياج. حدد احتياجك. صحيح. حدد احتياجك، شوف اللي يناسبك خذ اللي يناسبك، لا تاخذ فوق احتياجك او تحت احتياجك. صح. بس السؤال ان انا ما اعرف احدد احتياجي. انت ما تعرف تحدد احتياجك، تلجأ حق مستشار. اليوم احنا عندنا خدمات استشاريه، ممكن تقعد احنا نجلس وياك نحلل افراد الاسره، اعدادهم، شنو خطتك في الانجاب، شنو انت امكانياتك الماديه، دخل الاسره. ممكن احنا نواجهك حق الاتجاه الصحيح، ولكن يعني حق 10 و15 سنه فقط. انت ما يصير اليوم انا خطط حق عيالي وعيالي اذا تزوجوا وين بيسكنون وين بيقعدون. ما يصير ما يصير. انت اول شيء حل يعني ازمه السكن بالنسبه لك. يعني اليوم حتى مفهوم الشقه مفهوم شوي ممكن احنا يعني ثقافيا مو متصالحين وياه. صح. شوف وايد ناس تقول لك لا انا اشتري شقه ابي ارض بيت يكون لي ذخر حق عيالي او ارثه. انت اليوم الشقه هو عقار، هذه يعني الفلوس اللي انت بتحطها في شقه ما بتضيع حال البيت في النهايه. اي ما بتضيع عليك. انت بامكانك تعيد بيع بنفس السعر او ان حتى بنزل شوي او في احتمال حتى بعوائد اكبر يعني. لكن انت دائما تحرصون على نقطه ان
حدد احتياجك، لا تاخذ على عماك. في صح. النهايه انت عندك طفلين 3 5 اطفال، يختلف احتياجك عن واحد عنده طفل واحد يعني. صحيح. في النهايه ايضا يرجع اعتقد للقدره الماديه اللي يقدر 100%. يدفعها. جميل. خلينا ندش الحين في الحلول الاسكانيه، اللي هو ممكن احنا قلنا خلاص الحين احنا نشيل مصطلح بيت العمر يعني الحين ولا اي نشيل. احنا مع بيت المرحله وضد بيت العمر. بيت المرحله. اي بيت المرحله يعني الحين ما اقول الا بيت المرحله. انا هيد وعيسى معاك. زين، خلينا نقول الحين بيت المرحله. اليوم في وايد حلول اسكانيه يقدر الشخص انه هو يعتمد عليها او ياخذ خطوه انه هو يسويها او يروح لها. اليوم في اكثر من حل. نبي نتطرق حق حل بشكل سريع. نبي نعرف كل شخص شنو اللي يصلح له. اليوم انتم كناس خبراء لا شك ان عندكم نظره تعرف تحدد انه والله انت يصلح لك كذي يصلح لك كذي، فلو نمر عليهم مرور سريع. ما في مانع. ممكن نبتدي اول شيء مع بيت الاسكان مثلا. بيت الاسكان حق من؟ وشنو ايجابياته وسلبياته؟ انا يعني احنا في سياق منتظم دائما نوجه الناس، يعني شوف انسى ان تكون على العقليه السابقه. اليوم بيت الاسكان يعني في ناس يمكن مضوا 20 سنه وهو ينتظر بيت الاسكان من تاريخ الطلب. طبعا هو يمكن متزوج قبل، صحيح، يعني ممكن ولده صار 25 سنه وولده صار متزوج، فهو عنده 3 أسر في أسرة واحدة، لأنه هو يمكن عنده 3 أبناء، 2 متزوجين، واحد بروحه وبنت. فبيت الإسكان أنا ما أشوفه ترى سيء. اليوم ناس وايد ينتقدون بيت الإسكان. بيت الإسكان كمساحة يعني في الأطر العالمية وفي الأرقام اللي قاعدين احنا نشوفها، ترى البيت الإسكان جيد، بس هو مايه في الوقت الصح. أنا لو استلم بيت الإسكان ذي وأنا وزوجتي وطفل واحد ترى ممتاز، وايد زين. 3 غرف وفي صالة وفي مساحة عودة، فهو جيد، وفي مجلس منفصل. بس هو مايه في الوقت الصح، هذه مشكلته. لكن لو هو في يعني كل زوج وزوجة في مقتبل حياتهم هي البيت هذه في ذي الوقت، ترى خيار جيد. فلذلك احنا ما نقول، يعني دائما نقول لا تنتظر بيت الاسكان. وبالذات انه يعني كأرقام عالمية اليوم كم واحد المفروض يتنازل من دخله حق بند المسكن في ميزانية الأسرة. صحيح. في ميزانية الأسرة ترى المفروض على يعني الأرقام العالمية ما يتجاوز من 30 إذا بالغنا ل 40%. ما يطوف. فأنت الآن يعني في ناس، طبعا الناس هني فئات، يعني في ناس خلاص يعرف إنه من 350 ل 500 دينار أنا ما بتطور في وظائف يعني بسيطة مثلا من ذوي الدخل المحدود، من ذوي الدخل المحدود اللي تتراوح رواتبهم من 350 ل 500 دينار. هل معقول ذي الشخص ينتظر مثلا انه يشتري من مزايا مثلا او من السكن الاجتماعي؟ هذه بكلفه فوق 50%. فلذلك احنا نوجه هذه الفئات ان من 350 ل 500 مثلا نروح حق موضوع الشقه. الشقه اليوم حتى اللي تقدمها وزاره الاسكان هي عباره عن بيت في دور كامل، بيت كامل. انا الشقه 250 متر يعني مساحه. احنا اليوم فيلا للسايه بنيناها بشكل عمودي 250 متر. حالها كمساحه بناء حال. يمكن انا بتطرق لها موضوع الشقه، بس اذا نبي نرجع شوي على بيت الاسكان. انا باي لك من كذي، انا اقول لك انا بفصل في ذي وصولا حق من يصلح بيت الاسكان. اوكي. فهذه الاشخاص يناسبهم الحصول على شقه. ليش؟ لان انت تتكلم عن يعني بيقتطع من داخله يمكن 100 دينار 150 دينار ماكسيمم، مبلغ يعني بالنسبه له جيد، وهو ما بيضيق على روحه. اني حق الفئه الثانيه هناك اليوم في حلول اسكانيه، من يعني احد الحلول الاسكانيه السكن في دور
هذه نفس نظام البينت هاوس كذي يعني البنت هاوس او ما اشبه ذلك. اليوم ترى هذه الحل وايد موجود في السعوديه. يا ريت البحرينيين اليوم اوجه نداء يعني يتبنون ويقبلون هاي الافكار. المشكله اليوم اذا تقول شيء من ذي القبيل فتواجه بعض يعني الانتقادات. صحيح. ولكن هاي الشيء موجود السعوديه. رحنا شفنا شيء جميل جدا، وهذه يناسب حق الفئات اللي راتبهم من 500 ل 800 دينار مثلا. طيب هذه الفئات اذا اقتطع من دخله مثلا 30% يحصل له مثلا دور كامل، تكلم عن 250 متر يوصل حتى 300 متر. 3 ادوار يعني انت هذه مو شقه مثلا مناسب حتى حق اخوان 3 كل واحد ياخذ له دور، وتحت في الدور الارضي كله باركات ومثلا مجلس مشترك. امور طيبه حلوه، مو فكره حلوه حلوه. انا وجاري اخوي ومثلا ولد عمي ولا كذا، فانا في كوميونتي مغلق خلينا نقول يعني مو يعني ما بدخل انا ناس غرب كحل عن موضوع الشقق، وفي نفس الوقت حصلت شيء مناسب. اليوم يعني السعوديه شفنا اشياء جدا جميله، حتى حديقه في كل دور فيه ومدخل خاص حق كل دور من تحت طبيله مدخل خاص طبيله مدخل خاص. جميل. هاي الافكار يعني نتمنى احنا نشوفها اليوم في البحرين بتكون جدا مناسبه، بالعلم ان الاسكان توفر ما عنده مانع. بيت العائله اظن اسمه اي بيت العائله، البيت العائله. فهاي الشيء موجود وممكن تطبيقه. واليوم يعني من اللي يروح حق مثلا مزايا ولا السكن الاجتماعي ولا كذا، هذا لين الفئات اللي مثلا خلاص انا داخله فوق 1000 ويقدر يتنازل عن 40%. طبعا في الغالب تكون بمشاركة الزوجين. أن تكلم مثلا إذا بيت اليوم على أقل تقدير 120,000 دينار بيكلف فوق 500 دينار قسط. صحيح. يعني مبلغ، هذه مبلغ يعني يعور. لابد أنه يكون دخل الأسرة يعني فوق ذي مرتاح. نعم. فلذلك نرجع حق بيت الاسكان. بيت الاسكان اليوم وزارة الاسكان قاعدة تحاول ان تقلص منه اصلا كمساحة لا تقلص من وجوده اصلا. اليوم ما في مساحات، كلها بالشراكة مع القطاع الخاص وتوفر مساكن وحلول بديلة. ليش؟ لان قائمة الانتظار طويلة وقاعدة تسعى مشكورة يعني الوزارة بوضع الحلول المناسبة حق تقليص القوائم. ولكن تعرف هذه حمل ثقيل من سنوات يعني. صحيح. ويحتاج وقت. فيحتاج وقت يعني. ما بي في يوم وليلة. فهم يعني مشكورين جالسين يبادرون في تقليص هاي قوائم الانتظار، وإن شاء الله نتمنى أن تكون في حلول أسرع يعني حق هاي الفئات. فالحين احنا نقول بيت الاسكان مو شيء تعتمد عليه أو تستند عليه وتأمل أنه والله أنا خلاص بنطر بيت الإسكان مثلا، إلا إذا كنت أنت ذوي الدخل المحدود اللي نقدر نقول ما تقدر خلاص خيارك الأخير اللي حتى ما تقدر تضحي بأي شيء يعني، وأنت عندك مسكن طبعا. أي طبعا تكون لأنه ما يصير أنت تأجر وعرفت يعني هاي جزء من دخلك يعني. طيب نروح حق الشقة، يمكن تطرقت لها أنت بشكل سريع بس قال أبو عيسى مساء قال يعني إحنا البحرينيين كابر زين لا شقة أنا باسكن إيش فيها زين أوكي حلو. اليوم في شقق في تعورات فيها فاسيلتيز وفيها جيم وبرشة وذي، لكن الناس بعد تكابر عن موضوع الشقة. فالشقة متى للشخص نقول إنه خلاص أنت خذ لك شقة. الفئة المستهدفة للشقة نقدر نقول هل له علاقة بالدخل أو يعني تشوف طبعا في أنواع من الشقق، في شقق استثمارية وفي شقق سكنية. الشقق اللي فيها نوع من الرفاهية وغيرها هذه طبعا أي واحد عنده سعة في موضوع الاستثمار فيها أنا نصح أنه يعني قد يكون مدخول جيد وقد هو يعني يستمتع فيها، هاي ما فيها خلاف يعني. ولكن بغرض السكن مثل ما قلنا الفئة المستهدفة هم اللي يعرف أنه هو بينتظر 20 سنة هاي رقم واحد، ويعرف أن داخله ما بيرتفع عن يعني 500 دينار على سبيل المثال. فهني أنا أقول له لا خذ شقة
ومن الشقق السكنيه يعني مو الاستوديو. اما هذه انا البلان مالي الشخصي ايه عقب ما يتزوجون العيال ويتمون على البيت ذي بعطي الولد وباخذ لي شقه واسكن ويا الاهل فيها فاسيلتي، بالضبط. فيها جيم، فيها ريسبشن، فيها لوبي، وفيها مكاتب خاصه، وهاي الخدمات كلها يعني مناسبه حق من حلو. كل شخص يعني يفكر في حلول مستدامه ويفكر انه يعني تكون الخدمات كلها حوله. بالعكس هاي تناسب. بس اكيد فيها سلبيات بعد، يعني تم الشقه يعني مو نفس البيت وايد، يعني عشان احنا بعد ما نكون وايد ورديين او وايد ايجابيين بزياده عن موضوع الشقه يعني. صحيح. شنو يمكن من السلبيات اللي يمكن الناس ما تحسب حسابها؟ او شوف السلبيات مثل ما قلت لك يعني ان اليوم انت ما تعرف جارك. عرفت صح. اليوم ما تعرف جارك، قد يكون جارك مزعج، قد يكون يعني وايد ايه. سيناريوهات موجوده ذي. ولكن يعني في حلول مثل ما قلت لك، يعني موضوع البيت العود ولا ايه. البيت العود ترى شقه، بس انت اختار جيرانك. ايه ترى تقدر هذه كل 5 اشخاص يقدرون يسوونها، حتى اقل يعني اقل. احنا شفنا يعني نماذج حتى ربع وعيال عم يعني ماخذين ارض ومسوينها نظام طبقات ايه. وماخذين عليها تمويل يعني والله بالإسكان. ايش رايك في الفكره ذي سعدي؟ يعني ما تشوفها حل حق موضوع حق سلبيات الشقه؟ هو حل وايد حلو. انا اصلا بعد فكره ان ربع ياخذون لهم شيء مشترك، يعني في فكره انتشرت من فتره، بعد بسمع رايكم فيها. ان الحين عندنا ارض اللي هو نظام الكومباوندات، يقول الارض بتصير 4 فلل، صح. اقوم انا و3 معاي نسوي كومباوند نسكن فيه 4. بعد هاي ممكن يكون حل من الحلول. طبعا يعني طبعا هذه ترى يندرج كله تحت سكن موضوع مشترك. السكن المشترك. سكن مشترك. اليوم هذه الحلول انت تخلقها وتقدمها حق وزاره الاسكان. وزاره الاسكان مشكوره توافق على ذي التفصيل، بس انت بادر وارضى بالفكره وتعال قدمها. ترى يسوونها لك، مو غلط. حتى يمولونك على الارض وعقب مع البناء المقاولات يمشونها لك. يعني اليوم في تعاون من وزاره الاسكان. طبعا بلا شك ان يعني احنا نعيش الان في تنوع متميز باداره الوزيره الطموحه جزاها الله خير. يعني احنا في يعني قمه النضوج في الخدمات الاسكانيه اعتبرها. زين قبل ما اطلع من موضوع الشقه، اخر شيء شنو المستقبل؟ يعني خلاص اتم طول عمري في الشقه يعني ارضى، او اني اسوي بلان حق شيء جديد، او شنو تنصح؟ شوف اليوم ما في سيناريو واحد ينطبق على الكل. يعني السيناريو مالك غير عن السيناريو مالي، غير عن السيناريو مال فلان. يعني اليوم احنا نتكلم عن مثلا ناس دخلهم مختلف جدا. طيب السيناريو اللي يمشي عليه ترى ما بيمشي عليك انت، والسيناريو اللي يمشي على فلان. فالطبقات المختلفة بين الناس يعني تحتم عليه انه يكون يعني في سياق مختلف. اليوم ممكن انا في بداية حياتي مثلا، وهذه صارت وايد، بس تحتاج ناس فاينانشالي واعيين جدا بداية حياتهم مثلا يشترون شقة. للأسف انه يضطرون بعضهم يسمونه بسامي ناس ثانية، لأن اليوم وزارة الإسكان أي شخص يملك يطيحون عليه يعني. صح. فهذه من الأمور اللي احنا نشد على يد الوزارة انه يسهلونها على الناس، على أساس انه ما قد يبي ياخذ خطوة بس ما يقدر أو يخاف ما يقدر. عرفت قصدي؟ فيشترون ناس بعضهم شقق بداية حياتهم، لأنه يعرف انه هو بيبتدي مشواره ل 10 سنوات قدام. اليوم الشقة ذي يمكن هو خذوها قيد الانشاء ولا شيء تكلفه مثلا 30-40 ألف، ليه عقب 10 سنوات تصير قيمتها 60,000 50,000 وايد شفنا. فهو حقق له عائد يدفع اقساطه، بالاضافه حق شنو نمى قيمه العقار وباعه في المستقبل
هني عنده هو مبلغ يكمل الخدمة الإسكانية اللي هو يبيها، فهو استثمر في فترة من حياته وواصل. ففي وايد هذه الحلول، واحنا يعني ندعو اليوم وزارة الإسكان أن تدخل هذه المرونة شوي في الخدمات، على أساس أنها هي يعني تكون حلول مناسبة يعني حق هذه الفئات اللي نسوي. والله هذه حل وايد جميل اللي طرحته صراحة، يكون كاستثمار خلاص شيء يرجع لي في المستقبل وماشي أموري. زين واحد ياك قال لك أنا ما أبي ذي كله، أنا بشتري أرض وببنيها أنا بنفسي. هاي الفكرة أن أنا أشتري أرض وأبنيها بنفسي، وأنا بكون سيد قراري وأنا أتحكم فيه على مزاجي. رجع لك أبو عيسى، حسك شوي ضفيت. إيه البابونج ما يبنى طار البابونج حق البابونج، لا تسجلت في البداية ترى تسجلت. فهذه فكرة أن تشتري أرض وتبنيها تناسب من طبعا تناسب اللي إمكانيات المادية مناسب أنه هو يعني يشتري الأرض ويصممها على ذوقه ويبنيها. أكيد أنها بتكون يعني خيار مثالي أن أنت تصمم شيء على احتياجك الفعلي يعني. ولكن بعد أنا من أحد يعني القصص اللي واجهناها يعني في واحدة من الجلسات الاستشارية، كان واحد جاينا شاري أرض ومطلع عليه إجازة بناء ويأخذ استشارة، وفي الاستشارة قال لي كم التوقع يعني تكلفة البنيان. يوم عطيته تكلفة البناء انصدم، قال لا أنا ما أقدر، هاي الأرض عودة والبناء كبير يعني عليه، وأنا ما ميزانيتي ما تسمح أن أنا أبنيه. فبعد الواحد ما يسوي روح سوبرمان من البداية ويقول أنا باخذ الأرض يعني وباختار بدون استشارة. لازم بعد يعني الواحد قبل لا ياخذ أي خطوة لازم ياخذ استشارة، يسوي خطة مالية، يعرف شنو إمكانياته، على أساس أنت تختار أرض بحجم وسعر مناسب لك، تخطط ميزانية البناء بشكل صحيح، وأن أنت تطلع في النهاية بيتك وأنت مرتاح ومخلصة على أكمل وجه. يعني لا تشطها يا زعم واحد بالضبط وتاكلها عقب. اي بالضبط. فهو اكيد ان انت تصمم شيء على ذوقك، على احتياجك، وتعيش الرحله، هذا شيء اكيد يعني بيكون شيء وايد زين. ولكن يعني لازم بعد امكانياتك الماديه تاخذها بعين الاعتبار. يمكن هذه نقدر نقول هو يمكن سلبيه هذه الخيار، انه يحتاج شوي الناس ما يقولون ميزانيه شوي مريحة على أساس تقدر تخطو. لابد يكون في تخطيط مالي، لابد يكون في خطة طوارئ، لأن أنت اليوم بتبني في أمور تزيد، في أمور يعني تنقص، في أمور ساعات أنت ما تحسبها أو ما تأخذها بعين الاعتبار. تقدر تذكر لنا بشكل سريع شنو الأهم الأشياء اللي الواحد لازم يركز عليها لو يبي يخطو ذي الخطوة؟ طبعا رقم واحد لابد أنك أول شيء يكون عندك خطة مالية مدروسة، وأن تكون تشمل جميع بنود البناء والتصميم بشكل عام. ولا بد يكون عندك خطة طوارئ، مثلا تتخلي من ميزانية البناء 10%، هذه بس سبير لك في حال صار أي شيء أنت عندك الأقل ميزانية. لأن احنا شفنا اليوم نماذج، شفنا ناس يعني وصل بيت لمرحلة وواقف يطالعه وساكن فجارة حاصلة، أو أن تلاقي واحد صاده ضغط وسكر بسبب أنه هو قاعد يحاتي ويجلس يعصر المقاولين ويعصر السبلاير على أساس أنه هو بس يبي يكمل بيته بأي طريقة. ذهب معلومات الضغط والسكر صدق تصيد الواحد إذا شو اسمه إذا يعني في ناس ما يناسبهم البناء ترى. يعني في ناس اللي يعني خصوصا اللي ما عنده وقت يخصصه حق المشروع، والشخص اللي هو ساكن مثلا في فجار وقاعد يدفع ويحاتي انه هو لازم ينتقل بيته بسرعه، والشخص اللي هو مثلا يعني تركيبة انسان قلق متوتر، لان البنيان يعني يبي له صبر، يبي له طولة بال، يبي له واحد يعني يستمتع بالتجربه. يعني تشوف هاي النقطه اللي ذكرها ابو عيسى، ترى الشخصيه له دور. يعني صدق انا اقول لك الشخص اللي طبيعته قلق وطبيعته انه حارب بيشوف كل شيء وطبيعته انه يحس روحه مغبون، هاي لا تبتدي في البناء، لا تبني باختصار. يعني احنا يمكن في الاستشارات يبيله نسوي تشيك ليست حق الامور النفسيه حق الناس تكتشف هو شنو من الناس وما تنصحه. في ناس ترى ما يصلح لهم البنيان،
لو يشتغل مع من في الجلسات الاستشاريه لسنا ويا ناس احنا وطلعنا يعني خلاص انت ما يصلح لك البنيان خلاص اشتري يعني شيء خلاص جاهز. شوف لك شيء جاهز لا تعور راسنا يعني ريال ساكن فجار ويقول لي انا بطلع خلال 10 شهور ويقول لي انا مثلا عندي مبلغ معين ما اقدر ازيد يعني ولا شيء بسيط عليه. فخلاص يعني لا تعور راسك وهو شكله يعني وسواسي وقلق وعنده يعني شعور بعدم الثقه في اي انسان قدامه. فهذه يعني في ناس اي يعني فهذه انت تروح حق البيت الجاهز وايد احسن لك يعني. لذلك احنا اليوم ندعو الدكتور محمد حاج والله اعطيتكم فكره تسوون تعاون بينكم وبين دكتور محمد صدق. ها احنا من المواقف والاسترس ويا العملاء احنا الحين نحتاج جلسات نفسيه ساعد احنا يبينا يعني سيشن كل بين شهر شهرين. خلاص توسط لك الدكتور والنعم في الدكتور خلينا المكتب يرتب لنا احنا مو بحق العملاء. زين. اليوم وزارة الإسكان مشكورة تقدم الكثير من الحلول الإسكانية منها مثلا سكن الاجتماعي مزايا تسهيل بلاس وغيرها. يعني لو نبي نختم محور الحلول الإسكانية تناسب من نختم مع ذي الشيء. اليوم وزارة الإسكان مشكورة على اجتهادها قدمت لنا يمكن هذه الحلول. فاليوم أيضا هذه الحل يناسب من بالضبط وأصحاب أي دخل. اليوم هي طبعا هذه كلها يعني حلول تمويليه اما التوجه والسلع العقاريه ثابته ما موجوده اليوم. ان احنا ما نركن في جهود حقيقيه من وزاره الاسكان ان هي يعني تشرك القطاع الخاص بشكل يعني اساسي. وحتى يعني انا توقعاتي في السنوات القادمه يمكن ما يكون في شيء اسمه بيت اسكان يعني. يمكن خلاص تنتفي هذه الخدمه من الوجود يعني. فبيكون يعني تركيز على القطاع الخاص يعني سواء كان عن طريق يعني مزايا السكن الاجتماعي او الحين يعني تسهيل بلاس اللي سمعنا فيه انه شوي ارتفعت مبالغ القروض بما يتلائم مع السلع الموجوده في السوق. فهذه كلها يعني حلول تمويليه واحنا نتوقع بعد يعني المزيد من وزاره الاسكان في حلول السكن الاجتماعي. اي نعم جميل. لان احنا صراحه نسمع وايد قصص وايد ناس خذوا السكن الاجتماعي يمكن ما كانوا حاسبين الحسبه صح. فاحنا ندعو اليوم ان قبل لا تاخذ هالقرار احسب حسبتك. صحيح. جميل. شوف احنا يمكن من بدايه اللقاء واحنا نقول الحاسبه احنا محاسبين يعني. هذه يعني سبحان الله الكمال لله عز وجل. ولكن يعني الأمور في الحياة كلها تبتدي بحاسبة وميزانية. اليوم الأسرة يمكن كنت أنا في ألقي دورة قبل يومين عن موضوع ميزانية الأسرة وتكلمت عن بند السكن. اليوم الفرق بين الأسرة خلينا نقول اللي عايشة على قد ميزانيته والفرق بين الأسرة الضايعة. أنا ليش أقول الضايع؟ لأن في أسر ماشية على ميزانية خلاص كافة نفسها ما تطلب الناس. تكة واحدة غلطة تصير التزامات زيادة زادت المصاريف على الإيرادات المدخول اللي عندها ترى تطلع من دائرة الأسرة المستقرة إلى أسرة ضايعة ماليا. خلاص طلع هو صار فقير. صح. في ناس عندهم أهل يساعدونهم وذي فهو أهله شايلينه. لكن تخيل كم من الناس اللي أصلا هو من بيئة متوسطة ما عنده دخل ما حد لا يعني ما حد لا بيصيرون من الفئات اللي يساعدونهم الناس. فالموضوع كله ميزانية ترى كله حاسبة. إذا أنت ضيعت في الحاسبة ذي يعني الأسرة ممكن تضيع يعني وتصير من الأسر المتعففة اللي أنا ليش أدخل ذي الجانب؟ لأن احنا قاعدين نساعد بعض الأسر كنشاط اجتماعي يعني. فنشوف غالبهم أسر كان وضعهم جيد دشوا في التزامات وضاعوا. وغالبهم عندهم بيوت جديدة
مزايا ما مزايا. تخيل أنا. كلها بسبة موضوع الحاسبة. حاسبة غلط. جميل. أنا يعني في عندي سؤال، نبي ماي حق الضيوف، سعادة المعد سعادة المخرج، لأن بيلنا ما نشاف ريجنا. هذا سؤال هذا سؤال صراحة حامي. وماي بارد ولا لا روم تمبراتشر؟ روم تمبراتشر. بس شيل القرطاس، ما نبي نسوي دعاية حق سهاد بس. زين، حطه في جلاس سهاد بعد. اليوم يعني في خلينا نقول تهمة، أو ما نقول تهمة، نقول ظن من بعض الناس. اليوم جهود الحكومة الموقرة ووزارة الإسكان في طرح هذه الحلول السكنية، وتقدم أيضا خدمات التمويل بشكل واضح. اليوم قبل فترة قول أنت بتشتري شقة بتوصل سعرها نقول 70,000 أقل أكثر. اليوم الشقة هذه نفسها اللي ب70,000 يمكن توصل 90,000 و95,000. وايد من الناس يقولون أن اليوم المطورين العقاريين استغلوا تمويل الوزارة في سبيل يقول لك هو ماخذ تمويل فخلانا أضرب عليه بعد. هل التمويل هذه أحد أسباب ارتفاع الأسعار، وصار فيه فعلا استغلال من المطورين؟ عطوهم ماي قبل لا يجاوب على السؤال. عطى حياك عطوهم ماي. نشرب الماي قبل. شرب الماي، خذ راحتك. هاي السؤال يعني أحيد يعني، وانا لا السؤال جيد وانا اسولف معاك يعني، لان هاي شيء وايد نسمعه ابو ابراهيم يعني. شوف اليوم احنا كمطورين عقاريين ملتزمين بتوجه وزارة الإسكان. طيب، وفي نفس الوقت موجهاتنا الأساسية ذوق الناس وحاجاتهم الفعلية. طيب، فأنت لما تتوفق بين هاي الاثنين طيب تطلع برقم. احنا في النهاية كمطورين عندنا هامش ربح نخليه، وهامش الربح ذي يعني يكاد يكون أقل القليل في عالم التجارة. اليوم انت اذا تفتح مطعم يمكن تطلع هامش ربح اكثر من العقارات. انا ما اكلمك الحين كرقم، كهامش ربح، كنسبة وتناسب. طبعا في مطاعم يطلع 40%، في مطاعم يطلعون 30%. تتخيل العقار يعني الدورة حق العقار ما تتجاوز 15%. هل تشوفه رقم ذي مال حرامية؟ ايه هاي كلمة وايد. ايش رايك انت؟ العقاريين حراميين. انت ايش رايك في الرقم ذي؟ الحين انا قاعد اتكلم من منظور الناس. شوف انا اكلمك الحين اكلمك ارقام. هل تشوف انت مشروع بتشتغل عليه 2 تقريبا من ما تشتريه وتطوره ليه ما تبيعه؟ الحين اعطيتني سؤال ثقيل. لا برد عليك بثقل. خذ راحتك في الاجابه. هل تشوف انت 15% هامش يعتبر كبير؟ لكن اليوم انت لما تقول مطعم يطلع 40%، هاي المطعم نقول مدخوله الشهري يمكن طق 2000 دينار. انت اليوم كمطور عقاري بتاخذ 15% من مبلغ وايد اكثر من كذي. صح، بس انت ال 15% هذه قيمة تمويل. عرفت؟ انت سنة عايش، مهندسين، مكاتب. شنو المطعم بالنسبة حق شركة تطوير عقاري فيها أكثر من 20 موظف يعني. وتعيش على هذه النسب اللي تعتبر هامشية يعني. صحيح. طيب، فأنت لما تتكلم احنا ويتارجت ذي الرقم عشان ما نرفع التكلفة على المستهلك النهائي اللي هو احنا في النهاية. ترى غالب احنا مستهلكين ترى أهلنا، عيال عمك، عيال خالك، اخوانك، ربعك. عقاراتنا نصهم ربعنا ترى شارين منهم. احنا
اولا بنستهدف جوده، بنستهدف بيت ملائم حق المواطن البحريني. هذه حاطينها احنا من يعني رؤياتنا ورسالاتنا في ثوابت اليوم. فانت لما توفق ما بين ذي وتواجه ان هناك ارتفاع غير مسبوق في اسعار الاراضي، فانت ما في يدك شيء. عرفت قصدي؟ اليوم لما احنا شرينا بعض قطع الاراضي في منطقه بدون ذكر اسماء عشان ما يصير الموضوع ترند على ارض معينه، تكلم قيمه ارض وصلت الى 36 دينار الفوت، يمكن اغلى منطقه في البحرين اليوم. ارض 160 متر توصل 70,000 دينار، وانت يعني بتبنيها ب50,000، كم بتبيعها؟ فاحنا نتكلم يعني شوف البنيان ما البنيان، شوف وين ما تروح انت البنيان قيمته واحده. يعني تخيل هذه العقار الحين لو محصلين ب40,000، الارض هذه محصلين ب40، بنينا عليها 50، تتكلم ب110 بتبيع ب105. الحاسبه هي كذي. بس اليوم احنا ما نلقى، يعني لو هناك دعم حق قيمه الاراضي يمكن المواطن هو المستفيد الاول. بس احنا مضطرين لان احنا كاليوم مطورين نشتري سلع من السوق، سلعنا يمكن غاليه ما هذه اللي موجود في السوق يعني. وفي النهايه هي بعد يعني ترى ظاهره اقتصاديه. اليوم ترى المحرك الاول في السوق هي وزاره الاسكان والسكن الاجتماعي. فانت لما بيكون في دعم حق خطه تمويل معينه اكيد دي بيرفع الطلب، ومع ارتفاع الطلب اكيد انت بترتفع الاسعار والمنافسه بتشتد. فاحنا اليوم ما يصير نقول المطور بس، هو يعني هي ترى ظاهره اقتصاديه. اكيد لما الطلب بيرتفع المنافسه بتزيد، ولكن السوق يعني مفتوح وكل واحد يعني يقدم السلعه اللي يقدر عليها. لكن كلامكم جميل ومقنع بصراحه. يعني اليوم اللي يقول هذا الكلام يمكن ما عنده خلفيه، ما عنده منظور، فاليوم انت كمطور توضح له انت شو نسوي. لكن يمكن ساعات بعد صعب ننكر ان في مطورين فعلا استغلوا ذي الشيء، فعلا كانوا. بقول لك سعدي، اعطيك مثال واقعي. يوم في ناس شروا فلل قيمتها كن 100,000 98,000، يونا زين بتعديلات تصل إلى 25,000 دينار. هل تتوقع أن البيت ذي رخيص؟ ايش رايك انت؟ يعني هو انا بسألك السؤال دي يعني. انا ما جاوب، انا اسال بس لا بيك تجاوب، انا ابي اسمع وجهة نظرك. انت الحين اذا واحد شرى بيت قيمته 98 ولا 100,000 والبيت هذه غير صالح للسكن، صرف عليه 25,000، المحصلة شرى البيت ب125,000. البيت هذه اللي صرف عليه 25,000 أساساً عشان يوصل حق ذي الرقم اللي هو خلينا نقول إحنا في عالم التسويق استهداف حق فئة معينة لأنه يبون برخيص، أعطاهم شيء برخيص. زين، لا الكهرباء موزع بشكل صح وبالجودة المطلوبة، البيت ما في قاشي، ما في بلاط، ما الإنارة قديمة ومستهلكة. وإحنا أنا أكلمك الحين عن حالة عملية أنا مشتغل عليها، مساعرين إحنا ومشتغلين على أكثر من بيت، عقود أكثر من 25,000 دينار. أنت خلاصة البيت ذي ما بيطلع من البيت اللي تشتريه بشكل مباشر من عندنا هنا. ليش؟ لأن إحنا همنا الأول في البداية كان شلون تشتري بيت صح. هذا الشخص ما كان همه أنه تشتري بيت صح، الدليل قاعد يصرف عليه الحين. صح، عرفت قصدي؟ حتى في ناس التلاعب، يعني حتى في الهيكل الانشائي ترى، يعني ممكن هو ينزل لك سقف البيت، هاي مشكلة ترى ما ترجع يعني. او انه يبني بناء بدون اعمده
في نظام كذي مو هو الغالب كذي. انت حتشوف يعني نقطه ابو عيسى فانت اليوم يعني قاعد تسوي خلل ما يتصلح ذي. انت لما تنزل ارتفاع البيت انت خلاص هاي ما يتصلح شيء. لازم تهدم البيت كله وترده في شيء ما ترجع يعني. الطابوقتين في الدور الواحد تتكلم عن 3000 دينار. طابوقتين زياده، طابوقتين اقل اللي قطهم هو اللي قطهم اي عشان ينزل السقف. ايه وليش؟ انه يحط لك البيت بدون جبس. انت ما تشوف ان السقف نازل، اللي حطيت الجبس تشوف روحك تعال وين قاعد. هذه امور احنا يعني يمكن ما بيننا وبين بعض نعرفها، هاي اسرار يعني. اسرار ناس قاعد تستخدمها عشان ينزل تكلفه. بس من المعيب ان الواحد يبيع بيت بهالطريقه، بالذات في الهيكل الانشائي. يعني انت اذا تروح اليوم حق مكاتب هندسيه تقول له انا ابني بيت بدون اعمده وجسور، موجود البناء يستخدمونه يعني معتبر يعني. بس مو هو البيت يعني. صحيح. فالخلاصه اليوم روح حق مطور تثق فيه، صح، عنده سمعته الطيبه عند الناس اللي تعاملت معه، عشان تفتك من عوار الراس، والنهايه ذي شقه ما تقطع كذي. زين، خل نروح حق بعض المواقف اللي يعني تصير الناس. يعني احنا لما نعد الاسئله نسال هاي المجتمع شنو، ربعنا، اهلنا، الناس اللي حولنا. ففي وايد المواقف، في بعض الناس يحصل له فرصه بيت، ناس ما يقولون لقطه زين، لكن يضيع على روحه ذي الفرصه بحجه شنو؟ يقول لك والله انا يعني ساكنين في بسيتين، اهلي في بسيتين، والبيت اللي انا محاصله في عسكر، فهو والله لان انا بعيد على اهلي ما باخذ هذه الفرصه. فايش رايك في هذه العقليه؟ يعني انا من وجهه نظري في سبيل احتياجات الاسره وفي سبيل امكانياتي الماديه، انا يعني وايد اشياء ممكن اتنازل عنها. احنا الحمد لله اليوم في البحرين يعني ديراتنا صغيره والتسهيلات موجوده والسيارات يعني موجوده. ما اظن ان انا يعني وجودي في وسط محيطي الاجتماعي بيكون شيء اساسي ان انا اضحي بامكانياتي الماديه واضحي باحتياجات اسرتي. يعني اليوم مثلا انا بضيع فرصه على بيت مثلا قيمته مثلا 130,000 في منطقه الهمله مثلا، وحجمه مناسب حق اسرتي، بحجه ان انا لازم اسكن في منطقه بسيتين في بيت مماثل قيمته 180,000 وانا ما اقدر، وهاي خارج استطاعتي. اكيد انا هذا ضيعت مو منطقي الشيء، ضيعت على روحي الفرصه يعني. اكيد فان الواحد حصل فرصه كذي، انت تنصح انه يستثمرها، يستغلها. ما في شك اليوم التحدي كبير على رب الاسره وعلى دخل الاسره. يعني لابد اليوم انا احط لي اولويات يعني. جميل. زين ابو عمر عبد الكريم يمكن يختلف وياي في ذي الجانب دائما يعني تختلفون في ذي الشيء. عبد الكريم دائما يعني انا عندي راي مغاير. زين انت شنو رايك ابو ابراهيم؟ شوف، انا بالنسبه لي يعني محيط العائله وانك تكون قريب من اسرتك ولا البيئه اللي انت متربي عليها وتحبها قد يكون خيار جيد، ولكن بعد احنا نلتقي انه مو على حساب ان انا اطلع اوفر باجت او فوق ميزانيتي. انا لازم اذا حبيت ان ابدي الارتباط العاطفي بمنطقه معينه ولا شيء اتنازل عن امور ثانيه. اليوم انا مثلا على سبيل المثال انت قلت موضوع البسيتين اليوم يمكن من اغلى مناطق البحرين. طبعا بسيتين لان انا ساكن فيها، لان انا ساكن فيها بعدين. زين، فاليوم هي تعتبر من اغلى مناطق البحرين. فانت اذا عندك ارتباط عاطفي ان تبي تسكن الا في ذي المنطقه، لازم تضحي من اساسيات العقار نفسه، يا في الحجم يا في امور انت تطمح لها اكبر لازم تتنازل عنها. عرفت؟ فهني انت توافق ما بين الامرين. يعني ما يصير تاخذ البيت اللي تفضل فيه ابو عيسى قال ب 180,000 مثلا لان مساحته مثلا 400 متر ولا 5. لا، هني انت لازم ترضى ب 300 متر
250 متر لان عندك ارتباط اخر يعني. اي في ذي عرفت المنطقه قصدي؟ صح. فانت لازم توازن ما بين الامور على اساس انه يعني ترجح كف عن كف. والله يا جماعه عاد كل واحد فيهم عنده وجهه نظر، انتم تشوفوا الاحسن واخذوها يعني كيفكم عاد. اختلاف لا يفسد لا يفسد القضيه. إيه. زين في بعد من الامور اللي يعني بحكم ان انتم في المجال نبي نشوف انتم مؤيدين ولا معارضين. يمكن شفتوا مواقف يعني مرت عليكم في من الناس اللي يتشارك هو مرته في بيت، يتشاركون في بيت واحد، مؤيد ولا معارض؟ في كلمة ولا في تفصيل يعني؟ عطنا الكلمة بعدين عطنا التفصيل. أنا مؤيد. يتشارك هو مرته في بيت واحد إذا هي حطت مبلغ أنا مؤيد. ايش معنى ليش؟ شوف اليوم صايرة طبيعة الأسرة في البحرين اليوم يعني طبعا الرجل مقتدر واللي عنده أنا طبعا أؤيد أن الشخص يشتري البيت بروحه ويخليه باسمه هو الأفضل يعني. هو الأفضل، ولكن واقع الحال اليوم أن الرجال والمرأة يتشاركون. ليس من العدالة أن مرأة حطت فلوسها حر مالها يعني هي ما يعني ما أخذت من المبلغ ولا شيء، فلازم تضمن حقها. اليوم يعني قد يكون في لا سمح الله انفصال ولا شيء، فمن المناسب أنها تحفظ حقها لا شك بلا شك يعني. وهذه يعني أنا أشوف أنه شيء، ولكن الأولى إذا واحد عنده. بس أنت يعني تؤيد بسبب واقع الحال اليوم أنه طبعا لابد أنه يكون فيه مشاركة. جميل. زين شنو تذكر من المواقف اللي صادتكم مثلا في بعض الاستشارات في بعض يمكن في اشياء اكيد ما تنسونها؟ مواقف وايد. مرة من المرات كنا قاعدين في جلسة استشارة. طبعا الله يحفظها ام العيال جايه وطموحها عالي كلش. وابو العيال يعني طموحه ما مسكين يعني يمكن ما يرتقي حق يعني ما الريول على قد يعني على قد الحاف على ما يقول. فانا بطبيعه الحال وكوني مستشار وفي محل امانه لازم اعطيه يعني الشيء حقه. يعني انتصرت للرجل المسكين يعني في هذه الجلسه. شفت ان الموضوع قام يعني ينقلب علي. شفت ان يعني صرت انا ويا الرجال في خانه والمرأة في خانه. هجوم مضاد قوي غير مسبوق بدون سابق. فيعني حاولت عقب انه شنو اسوي روتيت واهدي الامور. فوصلنا حق نقطة تعادل ورضينا المرأة الطرفين رضوا يعني الطرفين رضوا وعدت على خير ذاك اليوم يعني. بعض الأحيان ترى أنت يعني تدش في سياق معين كونك أمين مستأمن على الكلام اللي تقوله، ولكن أحد الطرفين طموحه مختلف جدا يعني. ولذلك سبحان الله يعني أنا دائما أدعو الأسر يعني حق الصراحة المالية ما بين الطرفين. أن إذا ما تكلموا بواقع الحال ما راحين شنو تشوف الرجال ذي بخيل، تشوف الرجال ذي إنه هو غير صادق، تشوف الرجال إنه هو يبي يقصر وخلاص. التهم هذه كلها موجودة. ليش؟ لأنه ما في حوار واقعي ما بين الطرفين. ولكن أنا على يقين إذا الأسرة مشت في مركب واحد من الحوار ومن تجاذب الحديث ومن الخطط معا يعني يبنون الخطة مع بعض، ما أتوقع أن هالنوع من الخلافات بتصير. يعني خلاف يوصل إن في المكتب بغى يتهاوشون مشكلة. اللي هاي تبي شيء والرجال مسكين ما يقدر يوفر. زين ابو عيسى احنا بعد نبي منك موقف ما تنسى. كنت اكثر شيء في الميدان يعني حسب ما فهمت. شنو في مواقف كذي ما
مار عليك كذي لا تحمل مواقف الميدان لا تقول لا مستشار زين بعيز يقول من الاستشارة اسرار المهنه زين يلا في استشاره ما يحضرني موقف الحين يعني سعدي ما يحضرني الصراحه. بس انا متاكد ان انتم شفتوا العجائب يعني في استشاراتكم. زين خل في جعبتك حاط موقف. زين انا في موقف ثاني بعد. هذه الموقف مو طريف يعني، ولكن دليل ان الانسان لازم يخطط بشكل صح. ياتني واحدة كانت تبي تشتري فيلا من فيلا للسواي. جميل. إنسانة جدا مثقفة راقية جدا ومن طبقة يعني الحمد لله الله منعم عليهم. حلو. تقول لي بإبراهيم يعني أنا عندي فيلا حجمها تقريبا 1000 متر. هي اوريدي ساكنة فيها؟ هي في فيلا 1000 متر. أوكي. هي وزوجها ما في يعني في عمر 50. تقول لي يمكن من 6 شهور ما نزلنا الصالة أنا وزوجي. زين. وتقول لي أنا أفكر أشتري فيلا من فيلا للساي 160 متر. مساحتها مساحتها وايد يعني وين 1000 وين 160. ترى أنا لما أضرب مثال في فيلا للساي مو إنها هي سيئة ولا ترى فيلا للساي هي عصارة خبراتنا في فيلا صغيرة جميلة جدا وفيها كل الاحتياجات. شوف أنت اللي بغت فيلا ب 1000 يات حق ذي. ليش شافت احتياجها الفعلي اليوم بعد مضي مثلا 25 سنة في هذه الفيلا. تقول يمكن أخذ الثاني احتياط حق عيالي اللي ينبيون. هني يبين لك سوء التخطيط شلون. يعني انت الحين او الأسرة هذه ومستحي تقول انا ببيع بيتي ذي اللي 1000 متر بس انا برستيجي ما يسمح ان ارضى للبيع. هني اتي انت حق تفكير المسبق والصحيح ايرلي من وقت صح في وقت صح. احنا ليش نقول لك احنا عندنا خدمة متميزة في الاستشارة. احنا نعطيك استشارة في وقت انت ما تحلم فيه في مقتبل العمر ونخطط لك حق 15 سنة قدام. سياق الأسرة دي انتو عائلة بخير. عائلة بخير معناته ولدك ليه تزوج ما بيسكن معاك مو مثل العوائل اللي يعني مثلا غالبنا من الطبقة المتوسطة نسكن وياها لنا صح ولا لا. هذه الأسرة ما يناسبها هذه الموضوع. فهم ايش سووا كنا بنوا حق كل واحد شقة في هاي البيت وشبه قصر يعني. كلهم طلعوا صار قصر مهجور صار ملاحق ما لها داعي. فالخطة غلط وأدركوا الخطة في عمر يعني أدركوا الخطأ ذي في عمر متقدم. فالحين ما له حل ما له حل. حاولت يعني إنه يبيع البيت بدون إعلان بدون شيء ما قدروا. فهني احنا نحرص على الاستشارة. احجز استشارة عشان انت اليوم لما تقعد مع ناس مختصين وعندهم من الخبرة هذه بيقطع عليك شوط كبير جدا. لا تكابر لا تقول انا ما احتاج ما بتخسر شيء. اليوم ثوابت تقدم استشارات بأسعار رمزية صحيح. في سبيل ان انت اليوم تخطط صح لمستقبلك وتسمع من الناس اللي عندهم الخبرة ومن الناس اللي شافوا تجارب ناس وايد وممكن يعني يفيدونك في تجربتك. زين نصلي المغرب ناخذ بريك. ناخذ بريك يا جماعة نصلي المغرب ونيكم يلا. زين اليوم الكل يقول أنا مقاول. يعني في ظاهرة منتشرة وايد أن واحد في الفريج يسمونه مقاول الفريج. هذا اللي بنى له بيت بيتين لا وحق ولده صار فجأة مقاول ياخذ فلوس من الناس حق استشارات وحق انه يا زعم بعطيك من خبرتي وكذي. فاليوم احنا شلون نعرف المقاول الصح من المقاول اللي قاعد ياخذ هاللقب مقاول الفريج؟
مشكلة سعد إن الحين كل واحد حط له بيك أبو فورمان قال أنا مقاول وراح يتعلم على بيوت الناس. هذه ترى مشكلة يعني. أنا من مدة أسبوع المقاول اللي مجابلني يمكن مطشر 4-5 قدامه ماخذ عقد حق 5 فلل إخوان وعيال عام وساحب عليهم كلهم ومبهدل العالم يعني كلهم الله يعينهم يعني. شغلة شلون نعرف المقاول الصح؟ طبعا المقاول الصح يبين من يعني سجل المشاريع اللي سلمها، آراء الناس اللي اشتغلوا وياه، إمكانية إنه يسلم المشروع اون تايم، إمكانية إنه ينفذ حسب معايير معينة. هذه كلها أمور أنت طبعا يعني يمكن صعب الواحد يفقه فيها. ممكن أنت تلجأ حق المهندس الاستشاري، ممكن تلجأ حق واحد مختص يقيم لك المقاول اللي أنت بتشتغل وياه. ولكن يعني بعد في معايير يعني أساسية اليوم. يعني ما في أنت يعني شركة بناء وإنشاء لازم يقل فيها عن وجود يعني مهندس واحد على أقل تقدير، ويفضل أنه يكون مثلا معتمد من هيئة مزاولة المهن الهندسية، على أساس أن أنت تقدر تقول عنها على الأقل أنها هي شركة بناء، أنه ممكن تنفذ بيتك بجودة يعني عالية أو ممتازة. فأنتوا اليوم تحرصون أن أو تقولون للناس أن يحرصون أن ينقون المقاول الصح. ما في شيء ما يتوهقون. ما في شيء. كل يوم يعني مشروع بيت اللي بتبنيه ما يقل يعني أهمية عن مشروع الزواج. فأنت اليوم مشروع الزواج تروح تبحث وتسأل فيه وتفحص وتشوف تنتقي العائلة الأوصاف. فهذه البيت يعني نفس الشيء. المقاول أنت بتعيش يعني رحلة سنة وياه. فإذا أنت بديت هذه الخطوة خطأ أكيد أنت شغلك كله بيكون خطأ. بس أنت في البداية قلتوا أن إحنا في ثوابت، يمكن أنت وأبو إبراهيم أنتم ما عندكم، أنتم مو مهندسين. فهني السؤال اللي يطرح إن هل المقاول هل يأخذها بتخصص، لازم يدرس ذي الدراسة أو يدرس دراسة إنه بعدين يصير مقاول، أو إنه هذا شيء يجي بالخبرة؟ أو لو نصيغ السؤال بشيء ثاني، إنه لو الواحد يبي يدش هالمجال، مجال المقاولات، من وين يبتدي؟ شنو الصح؟ طبعا يعني سؤالك انه هو تخصص، نعم هو تخصص يدرس من علوم الهندسة وعلوم إدارة المشاريع، ولكن هذه مو كفاية يعني. أكيد يعني بيحتاج إلى خبرة عملية في الموقع. اليوم أنت كمقاول إذا أنت ما تواجهك مشاكل وتعالجها وتصقل خبرتك من خلالها، إذا أنت ما تدش السايت تشوف العمل، تشرف على العمال، أكيد أنت الدراسة مو كفاية يعني. فاليوم المقاول الناجح هو اللي يجمع بين الأمرين، الدراسة والتخصص والخبرة العملية في نفس الوقت. جميل. أنا أشوف سعدي في قصة تحضرني الحين يات في بالي، يمكن بعيسى ما أدري إذا يتذكرها ولا لا. إحنا يوم نبتدي طبعا أنت لازم تعرف أن المطور العقاري شنو دوره؟ دوره أنه يكون فند، مجموعة مبالغ، يجيب أفضل الإمكانيات من مقاولين، من مواد بناء، من تشطيب، من انتيريور ديزاين، من يوفق بين كل ذي الأمور عشان يطلع بالمنتج اللي هو يبي. فإحنا كان اختيارنا حق رجل مناسب، أذكر اسمه كان محمد. الشخص هذه أول ما البحرين، أول ما كنا نسولف وياه يقول قصته، كان ناطور. ناطور يحرس، يشوف الحرامية في الليل كذا، كان هذه أساس عمله. عقب تطور صار سوبرفايزر في السايت، من ناطور ليه سوبرفايزر، اللي هو يشوف العمال ويتحقق أعمالهم صح ما صح. ويا الوقت تعلم على الخرائط، تعلم شلون يقرأ خريطة، واشتغل في بعض الأعمال، مساح، تركيب الطابوق. فهو تدرج في الشغلة من الصفر. اليوم محمد ذي عنده مكتب، عنده مؤسسة حق بيع مواد البناء،
كنا احنا لمدة 5 سنوات نشتري من عنده. ما شاء الله. طيب اليوم هو يعني صاحب عدد من العقارات. اليوم هو مطور عقاري جاي، ومن فترة كان جاي يبي يعني مصلحة متبادلة بيننا وبينه، يعني يشتغل ويانا فيها. ما شاء الله. فتشوف الطموح ما يوقف يعني. فممكن واحد يكتسبه بالخبرة بل يتفوق حتى على أصحاب الشهادات. فما بالك إذا واحد ياخذ الشهادة، ياخذ شهادات احترافية ويطورها ويجيب الخبرات ويجانسهم بين بعض عشان يطلع بمنتج. بالعكس أنا أشوفها يعني ممكن. جميل. وعلى طار إن إحنا يعني إحنا فعلا يمكن تخصصنا مو هندسة سعدي، ولكن يمكن إحنا من أكثر الشركات اللي فيها مهندسين. يعني إحنا عندنا مهندس كميات، عندنا سيفل انجينير، عندنا انتيرير ديزاين، عندنا مهندسة أثاث عندنا مهندس خاص حق أثاث عندنا يعني مهندسة خاصة. إذا إحنا نأخذ مثلا عقود تصميم وتنفيذ أثاث، هي شغلاتها بس تنزل الورشة تتأكد إن الشوب دروينج قاعد يتنفذ نفس ال 3D بشكل 100%. طبعا عدد من كل واحد، يعني مو مثلا مهندس سايت فيه أكثر من واحد. صحيح طبعا. بس أنا قاعد أتكلم عن نوع المهندسين صح اللي عندكم. وايد حلو، وايد جميل. إنزين لو نبي نروح حق محور بعد وايد مهم، وايد ناس تسأل عنه، اللي هو محور الاستثمار في العقار. في الجملة المعروفة المشهورة: العقار هو الابن البار. دائما نحط فلوسك في عقار عشان ما تخسر، لأن العقار مضمون. زين، في نفس الوقت تطلع بعد جملة ثانية بعد وايد نسمعها، يقول لك يا أخي لا تستثمر العقار طايح الحين. هذه كل العقار طايح، أنا ما أدري متى بيرتفع العقار، أنا ما أدري. دائما طايح العقار. فأنت اليوم كناس مطلعين، هل تؤيدون أن الشخص يستثمر في العقار ولا لا؟ طبعا العقار الصحيح طبعا هو الابن البار، وهو الأصل الصلب اللي ما يغادرك ولا يخذلك رغم يعني تقلبات الاستثمار، ولا يهونون باقي الاستثمارات. طبعا الاستثمارات الباقية يعني لها عوايدها ولها بعد مخاطرها. فاليوم انت كمستثمر انا اشوفه من القصور عندك انه ما يكون عندك في محفظتك الاستثمارية على الاقل استثمار عقاري ولو واحد. اليوم العقار يعني انت تقدر تنتفع منه لقيمة مالية قد تزيد او تدوم ويا الوقت. العقار اليوم ممكن انت تستخدمه كوسيلة حق ان تحصل اموال او تمويلات اضافية من خلال الرهن العقاري. فهذه وايد يعني قيم اذا الناس تبي تقيم العقار ما تاخذها بعين الاعتبار. طبعا انت لو بتشوف الاثرياء من حول العالم يجنون الملايين من تجارتهم، ولكن في النهاية جزء من هذه الارباح يتحوطون او يحافظون عليها من خلال شراء اصول عقارية. ليش؟ لان العقار ينقلك من مرحلة الربحية الى مرحلة الاستدامة. نقدر نقول ان العقار هو استثمار في استدامة، فمن كذي الناس تنصح فيه. صحيح. زين، جملة العقار ضايع هذه شو وضع هذه؟ طبعا ما في شيء ثابت في ذي الحياة، كل شيء يروح اب اند داون. يعني حتى الاسهم اليوم كل السلع الاستثمارية لابد يكون فيها تقلبات يعني، والامور كلها مترابطة في بعض. ولكن العقار يعني رغم انه هو ينزل ويرتفع، ولكن على مدى السنوات في على ما يقولون steady growth، يعني نمو ولكن مستدام. يعني هو نقدر نقول انه هو شيء آمن اكثر من انه بتطلع منه مدخول حلو، او على خلينا نقول على مدى طويل شوي هني بتطلع ربحيتك. مو شرط على مدى طويل. يعني العقارات بعد يعني فيها تنوع وفي تنويع في السلع العقارية. اليوم أنا عندي مثلا مشروع عقاري مدته 2 سنين، أنت ممكن تشكل له محفظة عقارية تدخل فيه تطلع منه ربح،
وهاي استثمار يعني عقاري. يعني مو كل استثمار عقاري ان انت تشتري عقار بس وتتركه ان انت تجني منه عائد ايجاري. مو بس ذي يعني الاستثمار العقاري. في وايد يعني تنوع في الاصول العقاريه وانواع السلع العقاريه اللي انت يعني ممكن تستثمر فيها. نعم. استطرحت موضوع حلو ان اليوم اغنى اغنياء العالم يستثمرون في العقار. يعني ناخذ مثال نفس ما ادري ايش جاب المثال في بالي يعني، بس نقول ترامب مثلا. ترامب فتره من الفترات او في بدايه حياته ما كان يستثمر في العقار، فجاه دش في العقار، حب العقار وبنى ترامب تاور المعروف المشهور. بس انا احسك يعني سوريا عن جريب بعد. في سوريا جريب في سوريا بعد. انا تشوف سعدي عندي تحفظ على ان العقار لابن البار. شوف مو اي عقار لابن البار، العقار الصحيح هو لابن البار. لان تشوف اليوم في عقار يعتبر ابن عاق. انت متى ما خدت اليوم احنا كمجموعه اليوم او كناس عندنا في المجال العقاري نشتغل رواد اعمال في هذا القطاع، احنا نسوي دراسه جدوى على كل استثمار عقاري او على كل فرصه عقاريه. ليش هاي الدراسه؟ علشان ما نقع في فخ ان اي عقار هو لابن البار. انت لابد العقار يكون في مكان صح، في زمن صح، ومعطيات صحيحه. اليوم انت يمكن تشتري بنايه في حي قديم طلع لك مدخول، ولكن عقب سنه تشوف هذه المدخول قل، تشوف قيمه البنايه ذي قلت، واللي تبيعها انت لا طلعت عائد استثماري ولا تقدر تبيعها، وبتبيعها باقل. هاي مثال حي. ولكن اذا اخذت موقع مميز، عقار سعره يعتبر منافس، العائد الايجاري جيد، هني اذا بعت انت ربحان، لانه اوريدي كان يدير لك دخل. وكذلك موضوع ينطبق على الاستثمار العقاري. اليوم تستثمر في منطقه وتحقق عائد جدا ممتاز، بينما تستثمر في بعض المناطق اصلا يمكن ما تطلع حتى راس مالك. فنرجع نقول العقار الصحيح هو الابن البار. العقار الصح ان تختار العقار الصح قبل ما تاخذه. صحيح، ولا بيصير الابن العاق. جميل ابراهيم، نبرتنا عن شيء بجمله جديده اول مره نسمعها، ان العقار هو الابن العاق مو الابن البار. العقار السيء عاد. العقار السيء هذه مو هاي الكلمه حط عليها 3 خطوط. اي حط تحتها خط. العقار الصح هو الابن البار. جميل. لكن اليوم في بعض الناس ودهم انهم ما يدشون في مجال العقار، يمكن عنده راس مال بسيط، اللي عنده راس مال متوسط، لكن ساعات قلة الخبرة شوي تكون لها كلمة هني. ان الشخص ما يعرف منين يبتدي شلون يستثمر. شوف اليوم طبعا احنا دائما وابدا ليش دائما نكرر الاستشارة. يمكن تمللته من كثر ما سمعت كلمة استشارة. شوف احنا على خبراتنا اليوم والله زين يعني اقولها، اليوم احنا ما نخطي خطوة في اي استثمار جديد الا باستشارة. احنا مع ان احنا عندنا الخبرة الكافية، ولكن على ما يقولون ليطمئن قلبي. فما بالك شخص اليوم عنده مبلغ تحويشة عمره. اليوم سمعنا ناس استثمروا في منصات يعني او في استثمارات وراحت فلوسهم لأن ما عرف يوجهها بالشكل الصحيح. يمكن في كانت مخاطرها شوي عالية، يمكن كذا يمكن كذا. فالإنسان دائما يرجع ويستشير. مو احنا ما نقول ترى اي استثمار انه ممكن ينجح 100%. لازم تعرف ان المستثمر قلبه قوي. حتى احنا اليوم اي شخص يجي اليوم يقول انا بستثمر، اقول له انت قوي قلبك، ترى ما في شيء مضمون في الحياة دي، ولكن نقول اقل الاضرار،
أكثر الأشياء نجاحا، عرفت؟ فلذلك احنا من بعد ما يستشير الشخص، هناك منصات عديدة موثوقة جدا تحت حماية مثلا الدولة، تحت حماية كذا كذا، ممكن أنت تتوجه لها وتستثمر استثمار عقاري. اليوم حتى في المملكة العربية السعودية في منصات استثمار موثوقة وذات عوائد عالية وحققت نجاحات الفترات الأخيرة ومعروف عنها. يعني احنا في البحرين اليوم عندنا بعد كثير من منصات الاستثمار، نفس سيكو على سبيل المثال اليوم هي منصة استثمار في العقار وغيره، ولكن ممكن تحدد بحسب السيولة اللي انت تمتلكها وين انت بتحط في الجانب العقاري اكثر ولا كذا. فهذه كلها موجود. واليوم احنا مثل ما قلت لك نحث الناس تعالوا لنا، قعدوا معنا، هناك فرص كثيرة. اليوم ممكن تشارك مثلا في شقق استثمار، بيع الخريطة تشتريها ذات عوائد عالية خلال فترة وجيزة، ولكن لا تدخل أي استثمار دون دراسة جدوى، دون استشارة المختصين، دون السؤال. يعني اليوم احنا مثلا هناك أشخاص يملكون مبلغ عود من المال، أقول له استثمر بفلوسك وخلنا في ظهرك. احنا بنكون في ظهرك بفلوسك انت، بنبني لك ذي وهذه الفرصة وهذه العوائد ماله وكذا، انت بفلوسك. احنا بنوجهك التوجيه الصحيح، بل بنسوق لك اذا تحب. فيعني يختلف السياق من المبلغ المستثمر. اما لان اصناف، يعني ممكن واحد عنده 10,000 دينار، واحد عنده 100,000، واحد عنده 200,000، يختلفون. أنت توجه التوجيه الصحيح بناء على. فأنت يعني ما تقدر تعطيني والله اللي عنده هالمبلغ الفلاني يستثمر في كذا، اللي عنده هالمبلغ الفلاني يستثمر في كذا. كلهم بحسب السياق. ما في جواب مناسب حق كل الفئات. يعني بعض الأحيان تأتيك فرصة حاضرة الآن وقيمتها مثلا ما تتجاوز في زمن من الأزمان. شنو قلت لك؟ العقار الصحيح هو الابن البار. ليش؟ أن أنت ممكن تستثمر في وقت معين بمبلغ معين في سياق معين. هذه المعادلة صحيحة، ولا إذا ما كانت صحيحة بيصير لابن العاق مثل ما قلنا. فلذلك أنت الزمان والمكان والمبلغ هو اللي يحدد وين تروح في هذا الوقت. جميل، وايد حلو. لو نبي نختم الحلقة، يعني أنا وايد لاحظت كم ذكرته في حلول إسكانية كثيرة يمكن في المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول، رغم جهود الحكومة الموقرة مشكورة ووزارة الإسكان جهودهم مشكورة في طرح الكثير من الحلول الإسكانية، لكن ربما نكون إحنا شوي متأخرين عن الباقي. لكن في سبيل وفي طريق ان احنا ان شاء الله في مقتبل السنوات ان احنا نتقدم عن الباقيين ان شاء الله. والبحرين رائدة في كثير من المجالات، وان شاء الله باذن الله ان يوم من الايام ايضا تكون رائدة في المجال الاسكاني. لكن لو نبي نذكر يمكن بعض الحلول اللي ممكن انتم تشوفونها في سبيل ان ممكن مملكة البحرين ايضا تسارع في عملية الارتقاء في الحلول الإسكانية. إبراهيم. طبعا في البداية نحب نقول أن يعني وزارة الإسكان مشكورة الآن طرحت عدد من الحلول، وهذه يحسب حق سعادة الوزيرة بقيادة سعادة الوزيرة الطموحة آمنة الرميحي. الحلول موجودة الآن قد تكفي أن تكون حلول مناسبة نوعا ما. طبعا طموحنا احنا أكبر من كذي. اليوم المواطن البحريني يستحق أكثر من كذي، ولكن قد يكون المواطن البحريني أصلا ما يعرف أن هناك خدمات ممكن يستغلها لصالحه. نفس الحل اللي ذكرناه من ساعة، أن مجموعة من الإخوان ممكن يكونون لهم مثلا شبه بناية، مو بناية ترى، ولكن هي بيت متعدد الطوابق
كل واحد له استقلاليته التامة مع مرفقات متكاملة للجميع. أنا أشوفه حل مناسب. المملكة العربية السعودية شقت طريقها في ذي. هذه الحلول ممكن يسوق لها بشكل أكبر عشان توصل حق المواطن يعني يستخدمها استخدام أمثل. يعني قد احنا نتطرق حق يعني حاجة الوزارة اليوم حق بعض المرونة في بعض الأشياء. اليوم للأسف يعني في ناس مثلا في مقتبل عمرهم ما عليه بينتظر بيت الإسكان مثلا 10 سنوات كحد أقصى، ولكن في بداية حياته يحب مثلا يقتني مثلا شقة، يقتني مثلا عقار. اليوم للأسف هناك يضطرون بعضهم يسجل البيت باسم والدته ولا يده ولا كذا. ليش؟ هروبا من منفذ القانون اللي هو يعني عندما يتملك المواطن هالقد من الأمتار ويعني يسقط عنه حق الإسكان. فهذه أنا أشوف الشيء يجب أن يكون هناك في مرونة، بحيث أنه هو هذه استثماره أصلا في ذي الوقت بيعينه على الحصول على وحدة سكنية بعد 10 سنوات بترتفع. مثلا لو كان استثمر في شقة اليوم أو استثمر في عقار معين، عقب 10 سنوات هذه بيكون له سعر أكبر بيستغله حتى في تنمية العقار اللي بيحصل عليه عقب 10 سنوات. فنتمنى وجود بعض هذه الممارسات والمرونة، نتمنى التسويق بشكل أكبر حق الخدمات الإسكانية الموجودة وتكييف حلول تناسب عدد كبير من المواطنين. اليوم ترى في حلول أنا أشوفها جميلة، ولكن تحتاج حق تسويق جيد، تحتاج حق مرونة مثل ما قلنا فيها، على أساس أنها توصل حق المواطن بالشكل اللي يليق فيه. أنا في اعتقادي احنا وصلنا حق نضوج معين تقلص قوام الانتظار، ولكن تحتاج مثل ما قلت لك حق هذه المرونة والتوضيحات والتسويق حق هذه المخرج. وايد حلو. ابو عيسى ما بدي اختم قبل ما نيجي. لو نبي نلخص الكلام اللي انقال في هذه الحلقة كلها، رسالة ممكن توجهها للشخص اللي توه في مقتبل العمر، ممكن انه هو يفكر انه هو يخطو هذه الخطوة. طبعا رقم 1 خطط بشكل مبكر. رقم 1 اول يوم في خطبتك هو اول يوم تناقش فيه موضوع الخطة السكنية. 2 لابد انك يكون في يعني مرونة في مراحل السكن. يعني لابد ان انت تخطط فقط حق 10 و15 سنة اللي جاية. 3 اذا انت قررت تبني او ان تشتري وحدة سكنية، لازم تشوف سمعة المطور، لازم تشوف مشاريع على سجل السابقة. اذا جيت انت بتبني لابد انك انت تخطط ميزانية صحيحة حق البناء. لابد يكون فيها يعني لمسة من تصميم داخلي، لأن التصميم الداخلي اليوم وايد الناس تشوفه رفاهية وإحنا نشوفه شيء أساسي. يعني لابد يكون أنت دراسة حق إمكانياتك التمويلية، شلون أنت بتسدد، دخلك كم بيكون من بعد استقطاع القسط. في ثقافات وقناعات لازم تتغير. إحنا عندنا يعني موضوع إن أنا أبني بيتي مثلا بطريقة أخصص منطقة خاصة حق الضيوف، أخصص منطقة كبيرة حق التخزين، وأنا ما عندي مكان حتى يعني أدوب أسكن فيه. فهذه القناعات والعقليات يعني لابد أن تتغير. في بداية مراحل حياة الشاب يعني ما يمنع أنه يسكن مثلا في ملحق في بيت الوالد، ما يمنع أنه يشتري شقة يعني يسكن فيها. يعني احنا لو نتكلم عائلة مثلا مكونة من زوج وزوجة وولد واحد، يعني انت لاي مرحله ممكن ان انت تكون في شقه في مجال ليه يعني 10 15 سنه. فهذه امور يعني لو بنلخص احنا نقاط الحلقه كلها، هاي امور اساسيه يعني لازم الواحد ياخذها بعين الاعتبار اذا يبي يخطط حق السكن. زين ابراهيم، لو نبي نختم هذه الحلقه، اليوم كل شخص ناجح له نجاحات في الحياه
كانت له بعض الصفات أو بعض الأدوات أو بعض الأمور اللي سواها اللي يمكن الله سبحانه وتعالى وفقه ويسر له طريق النجاح. فشنو ممكن تذكر لنا من بعض هذه الصفات يمكن اللي بعد ما شاء الله شقيتوا طريقكم في هالمجال وشفتوا النجاح، شنو تشوف ممكن من أهم هذه الصفات أن الشخص يتصف بها؟ شوف سعدي، يعني هذه الأمر من الصعب أن الواحد طبعا يتكلم عن نفسه، ولكن احنا حاطينها من القيم اللي احنا نتبناها. يعني اليوم أنت متى ما كنت صادق وأمين في عملك ودك أن توصل رسالة حق الناس، يعني اليوم احنا في القيم اللي عندنا في الشركة الصدق والأمانة. احنا لما نتكلم أن هذه هي الصدق والأمانة، وفي مبدأ والجانب الإنساني اللي احنا ننظر له حق الإنسان كشخص. اليوم احنا العميل نبي نوصل له بيت يكون مناسب وملائم حق الأسرة البحرينية. هذه كلها مبادئ نضعها في نصب عيننا عشان نوصل هذا المنتج له بالشكل المناسب. بعد توفيق الله سبحانه وتعالى هذه الأمور احنا حريصين أن تكون في أعمالنا. اليوم هناك ركائز يعني وايد نستند لها في خدمة المجتمع. اليوم احنا ما أغفلنا هذا الجانب، دائما عندنا جانب إنساني نتطرق له في جوانب الشركة. يعني يمكن احنا ما نعلن عنها بشكل كامل، ولكن هي مبدأ وركيزة أساسية احنا يعني نصر عليها في ثوابت. وهذا المبدأ إذا الإنسان صار عليه في كجانب شخصي والتزم فيه، لا شك أن الله سبحانه وتعالى راح ينظر حق هذا الجانب، وبيكون بإذن الله تعالى توفيق كل مجتهد بإذن الله تعالى. صدقت ونعم بالله. وهذه شيء يمكن نحرص عليه في كل الأعمال، مو بس حصرا على المقاولات والعقارات. صحيح. دائما أي عمل يكون في لك شيء تبتغي في وجه الله فيه، ولو كان شيء بسيط، الله سبحانه وتعالى ما يضيع لك ويجازيك فيه كل خير. الله يعطيكم العافية أبو عيسى أبو إبراهيم، شكرا لكم، صدركم الرحب على الأسئلة، ما قصرتوا على حضوركم وما قصرتوا يا مشاهدينا ومستمعينا الكرام. كنتوا معنا في حلقة استثنائية من سوشيال بودكاست اللي تطرقنا فيها لواحدة من أكثر المواضيع اللي أنتوا شخصيا طلبتوها من بداية البودكاست أكثر من مرة، وأكثر من شخص قال لنا نبي نتكلم عن بيت العمر. أتمنى أنكم استمتعتوا معنا. كانت هذه حلقة استثنائية، وإن شاء الله الرد قريبة جدا جدا. ترقبون إن شاء الله قريبا، أقرب مما تظنون، ونشوفكم على خير.